السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان، أهلا بيكم. طبعا يا بطل أنت مقضيها في الأجازة والدنيا طراوة خالص، بس آن الأوان يا بطل إن إحنا نبدأ بقى نفوق لنفسنا، خصوصا إن المنهج السنة دي منهج جديد. أولا النهاردة محضرين لك إيه؟ إحنا محضرين لكل طلبة مصر سواء طالب في مرحلة إعدادية أو الثانوية كورس التأسيس في النحو. كورس التأسيس ده يا بطل هيبقى بادئ معانا بسم الله كده من الصفر، لا ما انا اسف من تحت الصفر. ليه بقى جميل؟ لان حضرتك ان شاء الله احنا هنبني اساس من تحت خالص لحد ما توصل للمرحله بتاعت المنهج بتاعتك. فاحنا ان شاء الله النهارده والحصه بتاعت النهارده هتبقى كلها باذنك يا رب تاسيس في فرع النحو. ليه؟ عشان حضرتك تبقى مؤهل اللي انت ان شاء الله تبقى جاهز لمنهج السنه الجديده. وعلشان كده يا بطل، عشان كده قطقوط يا اللي مقضيها اجازه يا اللي مقضيها قاعده في البيت وسوشيال ميديا وسكرولات، عايزين بقى نركز مهم جدا للكورس بتاعنا. اولا الكورس ده هيشمل معانا ايه؟ حضرتك احنا هنبدا مع بعض من اول خطه اعراب اي كلمه، ازاي نعرب اي كلمه في اللغه العربيه، سواء بقى هي في جمله اسميه سواء هي في جمله فعليه، عايزين نتعلم ده سوا. رقم 2، بعد ما نتعلم الإعراب هندخل على أنواع الكلمات وهندخل على إزاي نعرب الكلمة حسب نوعها، هندخل في تفاصيل كتير قوي، ويلا بينا نشوف الكلام ده على خير. بسم الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا بك علما. يلا يا جميل. أولا احنا عايزين يا بطل بسم الله كده، عايزين نعرف هو ايه اصلا الاعراب. وسؤال كتير من الطلبه بيجي يقول لي هو يا مستر الاعراب ده يعني ايه وايه لازمته اصلا في حياتك. مبدئيا كده يا بطل لما نيجي نقول الاعراب عندنا، الاعراب هو ايه؟ قال لك الاعراب هو ضبط اخر حرف للكلمه. ضبط اخر حرف للكلمه بمعنى ايه يا استاذ؟ بمعنى هندسه لو انا جيت قلت لك كده الولد مجتهد، تعال نمسك كده مع بعض ونشوف المثال ده بيقول ايه. بسم الله كده، الله اكبر. احنا عندنا الجمله دي جمله اسميه، تقول لي ليه؟ اقول لك بدا باسمه وهنيجي للكلام ده بالتفصيل. تعال نمسك فين اخر حرف عندنا. اخر حرف يا بطل عند الولد هو الدال. اخر حرف يا بطل عند مجتهد هو برضه حرف الدال. تعال نشوف بقى. اول حاجه احنا لما بنيجي نقرا لغه عربيه فبنقول الولد مجتهد. ليه يا جميل؟ لان حضرتك انت اخر حرف هنا مرفوع بالضمه، وده خبر برضه مرفوع بالضمه، مبتدا وخبر زي ما انت عارف. طيب احنا لما بنيجي نقول مبتدا يا استاذي بتيجي تقول مبتدا مرفوع مثلا وعلامه رفعه لو هو مفرد هيبقى بالايه؟ بالضمه. طيب يبقى احنا بنحط الضمه فين؟ على اخر حرف للكلمه. اخر حرف اصلي يا جميل. يعني ايه اصلي؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك كلمه خلقهم، اقف بقى وركز. هو اخر حرف اصلي فين يا مستر؟ اقول لك هي هنا، هي الميم يا مستر اهي. سهله، برافو عليك. غلط. ليه بقى؟ لان ده مش الحرف الاصلي ولا ده ولا اللي قبله، ده كده على بعضه اسمه ضمير. يا اللي ما عندكش ضمير ركز، اسمه ضمير. ليه؟ لان انا ممكن اشيله تاني. انت رحت فين؟ ممكن اشيله تاني اهو. فين الحرف الاساسي بقى؟ القاف بتاعت كلمه خلق، هي دي بقى اللي انا بحط عليها الاعراب بتاعي او الحركه بتاعتي الاخيره. فمثلا حطيت ضمه، فتحه، كسره، كل هذا يسمى في الاخر اعراب. طيب احنا بنعرب ليه؟ بنعرب عشان نعرف النطق الصحيح للكلمه، نعرف النطق الصحيح للكلمه. بسم الله. اول حاجه يا بطل عشان نتفق مع بعض، خطه الاعراب زي ما انت شايف كده معايا، خطة الإعراب بتشمل كالآتي. أول حاجة عندنا بسم الله كده، أنت عندك عشان تعرب أي كلمة لازم أحدد نوعها. هي يا ترى اسم ولا فعل؟ اسم ولا فعل إزاي يا مستر؟ يعني أنا دلوقتي عايز أعرف دلوقتي، هي دلوقتي معايا الكلمة اللي هتجيلي في الامتحان أسأل نفس سؤال، هي اسم ولا فعل؟ نرجع تاني يا بطل. دلوقتي أنا عندي الاسم والفعل بتحدده ازاي؟ اول لما يجي يا استاذ يعمل خط عند اي كلمه ويقول لك اعربها، انت لازم تسال نفسك اول سؤال. بص بقى يا دكاتره، ما ينفعش كمان مره واحده، ما ينفعش ان انت تعرب من غير ما تعرف انت بتعرب انهي كلمه في انهي نوع. طيب عندنا الكلمات انواع، هم 3 واحنا هنحتاج منهم 2 لان التالت ملوش محل. ايه هو؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ حضرتك انت عندك الكلمه ممكن تكون اسم، 2 ممكن تكون فعل، 3 ممكن تكون حرف والحرف ليس له محل من الإعراب، يعني مش شغلتنا. طيب احنا نعرف منين الاسم من الفعل يا بطل؟ أول سؤال عندنا بسم الله، الاسم بيتكون من إيه الاسم؟ قال لك الاسم هو ممكن تكون كلمة بتبدأ بألف ولام، واحد.
ممكن تكون كلمة منتهية بتاء مربوطة. 2 ممكن تكون كلمة منتهية بتنوين. 3 ممكن يكون كلمة قبلها حرف جر. هو انت يا استاذ مش كنت بتيجي تقول لي بعد حرف الجر اسم مجرور؟ هو ده اسم، ما ينفعش نقول فعل ابدا. طيب ممكن يكون اسم علم، وعلم يا استاذ يعني دولة او شخص. اسم دولة، اسم شخص، او شخصة بقى مؤنثة مش مشكلة، مش هتفرق. طيب احنا عندنا الاسم بيقبل الحاجات دي كلها. طب وتعالى، طب الفعل لا يقبل. طيب تعريفنا بيقول يا استاذ ان الاسم هو كل كلمة لا ترتبط بزمن معين. طقطق ودنك معايا، يعني ايه يا استاذ لا يرتبط بزمن معين؟ يعني ما فيهوش ماضي ولا مضارع ولا امر. الاسم اسم. هو انا يا جماعة لو جيت قلت محمد النهارده هتفرق لو جيت قلت محمد بكرة؟ لا. طيب لو قلت النهارده مصر بكره هتبقى ايه؟ مفيش، هي مصر. طيب عندك الفعل بقى لا، تفرق جدا لما اجي اقول لك كلمه لعب، كلمه يلعب، كلمه العب. ليه بقى جميل؟ لان حضرتك انت عندك لعبه خلص ماضي زمن، وهنا مضارع الزمن لسه شغال، وهنا ده امر لسه هيحصل. اذا هنا الفعل الماضي او المضارع او الامر هو ماله؟ قال لك يرتبط بزمن، لازم يكون في زمن معايا. طب ولو ما فيش يبقى ده اسم خلاص. طب خلاصة القول، افرق يا مستر ما بين الاسم والفعل ازاي؟ حط يا باشا اول حاجة عندنا كده، استعين بدول، حط الف ولام. طيب لما احط الف ولام مع الاسم بتمشي، مع الفعل ما تمشيش. استنى 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 استنى، ازاي؟ يعني مثلا لو جيت ورحت قايل كده، الكلمات بقى اللي بتبقى شبه الفعل وانت مش عارفها، الكلمات اللي هي بتاعت الامتحانات. لما اجي اقول لك كلمة تحقيق، كلمة زي كلمة تنمية، كلمة زي كلمة مثلا كده مركز، كلمة زي كلمة مثلا كده محطة، كلمة زي كلمة مثلا كده تهذيب. مالهم دول يا مستر؟ سلموا عليك يا قلبي. تعالى دول ايه؟ دول انا عايز اعرف هما اسم ولا فعل. كل ما على حضرتك هتعمل تركه صغيره، احط الف ولام واقرا وسمعني. يلا تحقيق، لو حطيت لها الف ولام تبقى ايه؟ التحقيق. ليها معنى؟ يس ليها معنى، يبقى كده دي اسم يا برنس. طب تعالى لو جيت ورحت قايل كلمة مركز، استنى يا مستر، المركز ليها معنى؟ ايوه نعم. طيب تهذيب، بص بقى، في واحدة وفي واحد بصمج يجي يقول لك ايه؟ الفعل المضارع يا مستر، سيبك بقى من اللي انت بتقوله ده، انت شغال حيالله مستر. تعال، الفعل المضارع هو اللي بيبدا يا مستر بياء او تاء او اي حاجه من اللي انت حافظها، اللي هي كلمه انايته بتاعت رابعه اول مسؤول، فاكرها يا ولا فاكرها؟ اولا الكلام ده غلط، مش كل من يبدا بتاء او ياء هنا ممكن نقول عليه فعل قبل ما تجرب. اهو اولها ت وحطينا الف ولام. التهذيب تنفع؟ لا. ولا لا ايوه تنفع. اصحى. التهذيب التهذيب امر ضروري للاولاد او للابناء. تعال تنميه، حط الف ولام. التنميه، حلو الكلام. يبقى احنا النهارده بسم الله ده اسم وده فعل، نفرق بينهم ازاي هندسه؟ لخص يلا، حط الف ولام، حط تاء مربوطه، حط تنوين على اخرها. طيب مش شرط كله يقبل، بس اشهرهم الالف واللام ينفعوا. طب تعالى بقى يا بطل، لو جيت وقلت لك كده كلمه زي كلمه يهذب، مش تهذيب، يهذب، تقول لي دي اولها ياء، جدع يا حموكش. طيب تعال، ينفع احط الف ولام؟ يعني ينفع اقول النهارده يا استاذ يهذب؟ مش جايه. طب حلو، يبقى دي كده احكم عليها واقول دي فعل. دي تفرق معايا في الاعراب؟ تفرق موت 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 موت، زي ما انت شايفني دلوقتي كده، لازم تتاكد من المعلومه دي. طيب تعال، الحرف بقى يشمل حروف زي حرف الجر، حرف زي حرف العطف. معايا؟ الحروف ما بتتعربش تماما. حرف الجر زي الى وفي وعلى ومن، الحروف بتاعتنا والباء واللام والكاف اللي احنا بنلمها في كلمه كلب، لا مؤاخذه مش انت، كل واحد عارف نفسه، اللي هي الكاف اللام الباء. كل ما ياتي بعد حرف الجر بيبقى يعرب ايه؟ اسم مجرور. حلو. 2 حروف العطف. العطف هي مين حروف العطف؟ عندك زي الواو، الفاء، ثم، بل، لا، لكن. عندك الحروف دي يا جميل، اسمع، الحروف دي بالاخص ما بعدها بيعرب حاجه اسمها اسم معطوف. زي ايه؟
زي اسم مجرور، بس دي اسمها حروف ايه؟ عطف. دي اسمها حروف ايه؟ جر. بعد الجر مجرور وبعد العطف معطوف، خليك فاكرها كده. طيب والعطف طبعا هنجيله بالتفصيل يا ولد، انا لسه بفهمك الاساسيات. العطف يا جميل بيبقى دايما تابع لما قبله، عامل زي النعت، بيتعرب مرفوع منصوب مجرور حسب ما قبله، مرفوع منصوب مجرور حسب ما قبله. حلو الكلام. يلا يبقى احنا كده اول حاجه لازم عشان تعرب صح يا ولد، صح يا بطل، صح قضيناها نوم وفنيخه في الاجازه منكم لله. اول خطوه كده لازم عشان نعرب يا جدعان اي اعراب تحديد الكلمه اسم ولا فعل. 2 ممكن يا بطل تاني خطوه بقى لازم تحدد الجمله. يعني ايه حدد الجمله؟ حدد الجمله، شوف الجمله بتاعتك اسميه ولا فعليه. حضرتك انت الجمل في العربي برضو 3 حاجات، بس في 2 هنستخدمهم وفي 3 ملهاش عايز. اسميه فعليه شبه جمله. الجمل انواع 3. يلا جمله ايه؟ جمله اسميه. جمله ايه؟ جمله فعليه شبه جمله. طيب بسم الله كده. الاسميه بتبدا بايه؟ الاسميه عندنا يا بطل، الاسميه عندنا هي جمله بتبدا باسم. جمله بتبدا باسم. يعني ايه جمله بتبدا باسم؟ يعني لو مثلا جيت قلت لك كده مصر مثلا، مصر متقدمه. يلا يا جميل، هي دلوقتي لما اجي اقول لك مصر اسم ولا فعل؟ اسم. وعشان تحدد الجمله بص اولها، عشان تحدد الجمله بص اولها، شوف اولها اسم ولا فعل. طيب اما الجمله الفعليه يا بطل هي جمله بتبدا بفعل اللي هو ما بياخدش الف ولام، فاكر؟ طيب 2 كمان بتتكون من 3 اركان، بتبدا بفعل زائد فاعل، دول اساس اي جمله فعليه. مين التالت اللي مش اساسي او انت عارف؟ ايوه سامعك، اسمه مفعول به. طيب حلو الكلام، ركز يا حموكشه هتودينا في داهيه، ركز. هنا دلوقتي الاسميه فيها اركان ايه؟ فيها مبتدا طبعا وفيها ايه؟ خبر، هنتكلم ليهم بالتفصيل قوي دلوقتي. طيب اما الجمله الفعليه هي بتبدا بفعل ثم فاعل ثم مفعول به. اسمع اللي جايه وايدك ورجلك معايا على السبوره هنا حبيبي. في جمله بنسميها شبه، ودايما اللي شبه ما احناش متاكدين منه. اما اقول لك مثلا ده شبه كذا، يعني انا بقربها لكن ده مش حاجه اساسيه. الاسميه اساسيه، الفعليه اساسيه، اما شبه الجمله دي بنسميها استاذ جمله مقلوبه او معكوسه. سميها زي ما تسميها، ركز عشان دي محتاجينها في كل الدنيا. اي طالب قاعد دلوقتي بيشوف الفيديو ده، اي طالب بيسمع الحصه بتاعت الكورس لازم يعرف ان شبه الجمله دي جمله مقلوبه، واساسها يا اولاد جمله اسميه اصلا. ايه ده؟ يعني انت النهارده يا مستر عايز تقول ان شبه الجمله هي جمله اسميه برضو؟ بس ايه؟ مقلوبه، مقص. طيب ازاي يعني؟ يعني حضرتك لو انا النهارده جبت لك شبه الجمله في الامتحان هتلاقيه بادئ دايما بالخبر وبعده المبتدا مقلوب، بنسميه مبتدا مؤخر، وده بنسميه خبر مقدم. لا طقطق ودنك عشان في بلاوي سودا هتحصل. ازاي؟ يعني انا مثلا لما اجي اقول لك كده في القلب، في القلب ايمان. باشا احنا قلنا عشان نحدد اي جمله بنبص فين؟ بنبص في اولها يا مستر اهو. طيب اولها بطل بادئ باسم ولا فعل ولا حرف؟ عايز اسمعك. طبعا ده حرف. طيب ولما دام هو حرف، طالما هو حرف احنا عندنا شبه الجمله يا شباب، شبه الجمله يا بطل، شبه الجمله بيبقى بادئ بحرف جر او بادئ بظرف. تاني، جر او ظرف، بيبدا بجر ومجرور او ظرف زمان ومكان. انا النهارده لقيت الجمله بادئه بدايه مش طبيعيه، بادئه بجر ومجرور، بادئه بظرف. لما اجي اقول مثلا كده، اجي اقول لك كده فوق المكتب
الكتاب. بص هتحس ان الجمله معكوسه. مستر هي اصلها ايه؟ اصلها الكتاب فوق المكتب. طب هنا يا استاذ اصلها ايه؟ اصلها الايمان في القلب. اعرف منين يا استاذ المقلوب ده؟ لما يبدا بجر ومجرور او ظرف. اذا بدا بجر ومجرور او ظرف في الحاله دي يا استاذ ده اسمه شبه جمله. طيب وشبه الجمله دي هي جمله مقلوبه، اصلها جمله ايه؟ اسميه. طيب الجمله الاسميه عشان اعرف يا اولاد الجزء الاول منها شبه الجمله بتاعي المقلوب ده دايما بيبقى خبر مقدم، الجار والمجرور او شبه الجمله في محل خبر مقدم. طب وهنا يلا اسمع، بعد الجر والمجرور المتقدم. واحد يقول لي جدع مضاف اليه، برافو عليك، غلط، اصحى. لا دي جمله متقدم ومتاخر فيها حاجات فبنعربه مبتدا ماله. سمعني يا كتكوت، مبتدا مؤخر. لو انا قلت اعرب كلمه الايمان هيبقى الايمان هنا مبتدا مؤخر. ليه عشان خاطر شبه الجمله، شبه الجمله عندنا بيبقى جمله مقلوبه، مبتدا بيجي بعد الخبر عكس الطبيعه بتاعتنا. يبقى دي اول جزئيه. طيب يبقى احنا كده اتفقنا عشان نبدا اي اعراب في الدنيا لازم نبدا باول حاجه بتحديد الكلمه. حدد الكلمه، حدد الجمله. حددنا الكلمه. 2 حددنا الجمله. بعد ما حددنا الجمله ندخل بقى على تكوين الاعراب. عشان اعرب اي حاجه في الدنيا بتتكون من 3 حاجات. الاعراب 3. الاعراب اول حاجه عندنا بنبدا بحاجه اسمها اعراب اساسي. ما هو الاعراب الاساسي يا استاذنا؟ الاعراب الاساسي اللي انت بتكتبه في اي موقع حسب موقع الجمله بقى. جه مبتدا بكتب مبتدا، جه خبر بكتب خبر، جه مضاف اليه بكتب مضاف اليه، ده اسمه اعراب اساسي. بعد الاعراب الاساسي بنحط حاجه اسمها الحاله. اللي هو ايه الحاله؟ الحاله حضرتك اللي هم عندنا بنقول عليه مرفوع، منصوب، مجرور، في حاجه اسمها مبني، في حاله رابعه او رابعه بالظبط مجزوم. اذا الحالات الاعرابيه 4 في العربي كله يا بطل، لازم اول حاجه تاخد بالك منها مرفوع منصوب مجرور مبني مجزوم. حسب مين؟ حسب طبعا اول كلمه. انا مثلا لو جيت قلت لكم يا شباب مبتدا، فبالطبيعي طبيعي وانا مغمض هقول مبتدا مرفوع. هحفظك مين المرفوع والمجرور دلوقتي. ثم بعد الحاله بنحط حاجه اسمها العلامات. طب ما بتقول مرفوع يا بطل، بتقول مرفوع بايه؟ بالضمه، يبقى دي اسمها علامه. لا الحركات ضمه فتحه كسره واو الف ياء دي اسمها علامات وهنشرحها بالتفصيل. مستر انا ضايع جدا في النحو والحقني. تعال انا بتلخبط. واحد يقول لي استنى انا ما بعرفش اعرف اصلا يا مستر اللي انت بتتكلم فيه ده كله. يا حبيبنا انا ببني اساس عشان نطلع عليه دلوقتي سنه سنه. اصبر على حالك وخد نايبك صبر. الحالات عندنا في حاجه اسمها مرفوعات ومنصوبات، اسمع، ومجرورات، وفي المجزومات بقى اللي هو المجزوم عندنا مين ومين اللي عندنا مبني في العربي. الحته ده يا شباب الحته دي حفظ حفظ حفظ. هيجي الواد يقول لك اصل انا بص انا العالم ايه؟ العالم عنتر فجله. انا ما بحفظش يا باشا. ايه؟ انا ما بحفظش، انا بفهم والله العظيم ولا بتفهم حتى. بس خلينا من ايه نكبر خاطرك حبيبي. النحو الاثنين حفظ وفهم، بل بالعكس في حفظ قبل الفهم كمان. الحفظ اللي انا اثبت اساسيات انا حافظها ما ينفعش اغيرها في اي سنه من السنين ولا اي مرحله من المراحل. اولا المرفوع من يوم ما جدك اتولد، والمرفوعات عندنا هي مين؟ اول حاجه مرفوعه عندنا المبتدا. اول حاجه مرفوعه عندنا المبتدا، صاحبه مين؟ الخبر. نقدر نقول كده ايه يا مستر؟ ان الجمله الاسميه الاصليه اللي هي المبتدا والخبر كلها مرفوعه. طيب عندك في الجمله الفعليه عندك الفاعل فيها مرفوع. واحد يقول لي طب والمفعول؟ يلا بقى خد بقى. لا هي مش كوسه وحياتك، ركز يا الفاعل مرفوع. طيب اخوه اللي اسمه نائب الفاعل. ايه نائب الفاعل ده؟ هشرحه لك بالتفصيل كمان شويه. عندك اسم كان بيبقى مرفوع، خبر ان بيبقى مرفوع، واحيانا التوابع زي النعت بيبقى مرفوع. نعت او عطف بيبقى حسب ايه اللي قبله، فممكن يجي مرفوع. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالى مين المنصوبات؟ المنصوبات عندنا يا جميل هي مين؟ اولا المنصوبات عندنا زي عندنا اول حاجه المفاعيل. مين المفاعيل يا مستر؟ المفاعيل زي المفعول به.
المفاعيل زي المفعول لاجله، المفاعيل زي المفعول المطلق، والثلاثه هنشرحهم مع الجمله الفعليه. عندك كمان الظرف دايما منصوب، في منه شويه مبني بس لسه هنقولهم لوحده. عندك كمان اسم ان، اضرب مقص عسل، اضرب مقص اسم ان خبر كان، ما هي كان كانت عكس ان، او ان عكس كان، اللي يعجبك قوله. طيب عندنا مين كمان؟ الحال دايما منصوب. عندنا كمان في لا اسمها لا النافيه للجنس، ودي لسه هناخدها بامر الله. هي عامله زي ان، بتنصب اسمها وبترفع خبرها. طيب دي كده المنصوبات، ودي كده المرفوعات. مين المجرورات عندنا؟ المجرورات عندنا زي الاسم المجرور والمضاف اليه، اساس لا يتغير، يبقى احفظه يا بيه. طيب في حاجات مبنيه عندنا. في اول حاجه اي ماضي يا اولاد، اي فعل ماضي بنقول فعل ماضي مبني، وهعرفك علاماته، بس احنا بنقول الاساسيات اللي هنحتاجها. احيانا بيكون الفعل الامر، احيانا بيكون المضارع، بس لو في نون اسمها نون نسوة او نون اسمها نون توكيد. صليت على اللي يشفع فيك. ايوه يلا. ازاي نون نسوة؟ لما اقول مثلا المؤمنات يدعون ربهن، انا دلوقتي بتكلم على مؤنث، ودايما اي مؤنث يا شباب نون نسوة. نون النسوة دي بتخلي الفعل المضارع دايما مبني على السكون. خليك حافظها مؤقتا لحد ما اجي الجمله الفعليه افكرك بيها. يا اما نون توكيد بتاعت القسم والحلفان، اللي انا باكد على حاجه، والله لا يجتهدن الولد، دي اسمها نون لا يجتهدن، نون توكيد، وبيبنى ساعتها الفعل على الفتح. يبقى يلا، لو نون نسوة يبقى سكون، لو نون توكيد يبقى فتح، وانا مش عايز ادخل في تفاصيلها دلوقتي غير لما نشرح الجمله الفعليه بالظبط. مين المجزوم يا مستر؟ المجزوم هو كل مضارع قبله حاجه من اتنين. قبله ايه؟ لم، لما، لام الامر، لا الناهيه. لما اقول لك لا تسع في الشر، يبقى انا هنا بنهيك يا استاذ، يبقى ده اسمه فعل مضارع مجزوم بالسكون. طيب حبيبي قلبي، اللي مش هيحفظ الاساسيات ما يسالنيش على الدروس. ليه؟ لان انا مش هينفع وانا في وسط المنهج يا شباب اجي اقول لك مثلا ايه امتى اقول فعل مضارع مجزوم فانت ناسي. المجزوم بيجي للمضارع بس، والمضارع اللي اتصل قبله حاجه من دول، لم، لما، لام الامر، لا الناهيه. لم، لما، لام الامر، لا الناهيه. يا رب نفهم. لم، لما، لام الامر، لا الناهيه. تاني نرجع تاني. يبقى كده عندنا قلنا ايه؟ قلنا ان الاعراب بيتكون من 3 حاجات. اعراب ايه؟ اساسي، حاله اللي هو مرفوع منصوب مجزوم مجرور كل ده، والعلامه، العلامه اللي هي زي الضمه والفتحه والكسر. تعالى يا بطل. العلامات عندنا احنا مش هنسيب ولا حرف في الاعراب غير لما تكون مذاكره صح. حبيب قلبي العلامات عندنا، لا مؤاخذة، العلامات عندنا بنقول عليها في علامات، حاجة اسمها علامات أصلية، فوق للحتة دي كويس قوي، كل المناهج محتاجاها. وفي علامات يا دكاترة اسمها علامات فرعية. علامات أصلية وعلامات فرعية. حبيب قلبي، حبيب الملايين، قلبي وروحي وعقلي، الحتة دي ما ينفعش تنساها. أعيد تاني، الحتة دي ما ينفعش تنساها. يا رب نفهم، يا رب يا رب يا رب. أي طالب اللي هتطلقي لو ما حفظت دي لازم 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 تركز في دي. طيب العلامات اللي هي مين يا أستاذ؟ في علامات أصلية. أصلية بمعنى إيه؟ بمعنى شائعة أساسية في كل الأحوال. وفي علامات فرعية، يعني دي في مناسبتها. هنمثلها بحاجة. دلوقتي أنا لو قدامك أهو مستر محمود المصري، أولا بسم الله كده لازم أول حاجة تبدأ تبص عليا. أنا لابس لبس أساسي. هل الساعة من ضمن اللبس الأساسي؟ لا، ده اكسسوار. في إيه؟ لبست ما لبستش ما لبستش. هي دي زيها، في أصلي وفي فرعي. اللبس بتاعنا ده الأصلي، والاكسسوارات اللي إحنا لابسينها دي الفرعية. أولاً الأصلي اللي هو مين؟ هنسميها وندلعها اللي هي الحركات يا شباب. اللي هو مين برضو؟ اللي هو الضمة، الفتحة، الكسرة. بس لحظة وهتفهم كمان دقيقتين أنا بقول إيه. الضمة دايما في الرفع، الفتحة دايما في النصب، الكسرة دايما في الجر. يجي واحد مغفل يقول لي إيه؟ مستر مضاف إليه مجرور بالضمة.
ضمك قطر، والله ضمك قطر كمان مرة. ليه؟ لأن الرفع بالضمة رفع، النصب بالفتحة، الجر بيبقى بايه؟ بالكسره. يعني المفروض لما اجي اجيب لي كلمه او المضاف اليه مجرور بالكسره لو مفرد او جمع تكسير يعني. طيب الفرعيه اللي هي بتعرب بالحروف او ما يتغير عن الاصليه. يعني ايه ما يتغير عن الاصليه؟ يعني حبيب قلبي لو انا النهارده جيت ورحت قايل لك مثلا جمع المذكر السالم اللي هو المعلمون مثلا، مجتهدون، حبيبي ينفع اقول ان المعلمون مرفوع بالضمه؟ ابدا. ليه؟ لان خدنا جمع مذكر سالم هو كل ما يختم بواو ونون او ياء ونون. اولا وهو بالواو والنون ده فبنقول مرفوع بالايه؟ بالواو. هل الواو علامه اصليه في الرفع؟ لا، الاصل اسمه ايه؟ ضمه. طب واذا تغير عن الاصل يسمى فرعي. ما اذا تغير عن الاصل يسمى فرعي، ما يتغير عن الاصل يسمى فرعي. يبقى انا اعمل حاجه وانا بذاكر، لو انا مكانك هعمل كده، هحفظ الاصليين ضمه فتحه كسره رفع نصب جر. طب واذا تغير عنهم اي حاجه ارميها يا بطل في الفرعيه. عندك مين العلامات الفرعيه؟ الواو، الالف، الياء، اسمع، عندك الواو والالف والياء، وعندك الكسره في جمع المؤنث السالم. لو تفتكروا كده يا شباب جمع المؤنث السالم اللي كان اخره الف وتاء، ماله ده؟ ده بيعمل ايه؟ ده لما بيجي يتنصب ما بيتنصبش بالفتحه ابدا، بينصب بالكسره. هسال سؤال، الكسره في النصب هل علامه اصليه؟ ابدا ابدا ابدا، الاصلي بيبقى فتحه. يبقى تاني على السبوره كده كل الناس تركز في دي، ان الاصليه هي الحركات اللي هي ضمه فتحه كسره. فين 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 فين؟ في الرفع والنصب والجر بالترتيب. طيب اما الفرعيه كل ما يتغير عن الاصليه يسمى فرعي. مين اللي متغير؟ الواو، الالف، الياء، والكسره في حاله النصب مع جمع المؤنث. ارجع كده معايا جميل. حضرتك احنا قلنا حاجه، ايه الحاجه دي يا بطل؟ ان انت حضرتك اول بسم الله كده، قال اللي احنا قلناه كله موجود في البوستر اللي هينزل معاك في وصف الفيديو ان شاء الله، PDF جاهز مجاني لكل الطلاب. هتلاقي البوستر ده معاك، اطبعه ذاكر منه، هو كده مفيش مشكله. يبقى اتفقنا خطه الاعراب هو ايه؟ اول حاجه بحدد الكلمه اسم ولا فعل. 2 بحدد الجمله جمله اسميه ولا جمله فعليه. هتلاحظ ان انا في ملازمي انا دايما بقول اللي انا بكتب اللي انا بقوله وبقول اللي انا بكتبه، يعني هتلاقي الملزمه كأن انا قاعد بشرح لك بصوت انا. طيب مثلا انا جبت مثال هنا بيقول مصر موطن الابطال. عايزين نعرف كلمه موطن يا شباب، يلا نعمل الخطوات. الخطوه الاولى الكلمه دي نوعها ايه؟ اللي هي موطن اللي عليها خط. يلا نجرب يلا نجرب. ها، موطن حط الف ولام تبقى الموطن، يبقى تنفع اسم او طبعا ما ينفعش اصلا غيرها، يبقى الكلمه اسم. الخطوه الثانيه اول الجمله، عشان نحدد الجمله نبص اولها، اول الجمله اسم، يبقى دي جمله اسمها جمله اسميه. حلو. الخطوه الثالثه طالما جمله اسميه يبقى مصر تعرب ايه؟ مبتدا. وموطن، يلا مالها مصر؟ موطن، يبقى موطن تعرب خبر. يا مستر هو انا بقى كل امتحان هقعد افكر الاربع حاجات؟ بالممارسه مش هتحتاج تمشي بالبطء ده. انت في الاول هتعود نفسك وانت في الحصص، اما في الامتحانات ايدك هتمشي في الكلام بقى خلاص، بالعين هتجيبها. عندنا قلنا ان الاعراب 3 حاجات. 1 اعراب زي مثل مبتدا وخبر عادي جدا. التاني هو الحاله زي ايه؟ زي مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم زي ما انا قلت لك. التالتة العلامة زي الضمة والفتحة والايه؟ والكسرة. حلو الكلام. ادي الحالات كلها اللي انا كاتبها لك، هتلاقي كل حاجة انا قايلها لك موجودة معانا. المرفوع عندنا زي مين؟ زي المبتدأ، الخبر، الفاعل، ضيف معاهم نائب الفاعل برضو، اسم كان، خبر ان، النعت بس غالبا قلنا لما نيجي للنعت فهمهولك. المنصوبات زي المفاعيل زي اسم ان، زي خبر كان، زي الحال، زي الظرف، زي النعت برضو غالبا نعت وبدل وعطف بيجوا حسب اللي قبله. المجرور زي المضاف اليه او الاسم المجرور، والنعت والتوابع برضو غالبا. عملنا جدول للعلامات حلو قوي بقى. احنا عندنا الجدول ده لازم يا طلبة مصر كلها لازم نحفظه. ايه هو؟ لما نحدد الاسم بتاعنا عشان نعرب العلامة صح لازم تفكر في 4 حاجات أو 5 حاجات. أول حاجة عندنا 6 بالبلدي كده،
المفرد يوم ما بيرفع بايه؟ قال لك المفرد عندنا بيرفع بالضمه، ينصب بايه؟ ينصب بالفتحه، يجرب ايه؟ يجرب الكسره. كده احنا هنقول دول واللي تحتهم علامة أصلية، كل ما هو يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجرب الكسرة في المفرد وجمع التكسير علامات أصلية. عندنا كمان جمع المؤنث السالم اللي هو مين؟ اللي هو آخره ألف وتاء، زي الطالبات، المهذبات، الناجحات. مالهم دول يا قلبي؟ دول بترفع بالضمة عادي، تنصب بالكسرة، ودي اسمها علامة فرعية. طالما ما اتنصبتش بالفتحة يبقى علامة فرعية. تجرب الكسرة كده تجرب الكسرة، فدي علامة أصلية. نقدر نقول إن جمع المؤنث السالم، اكتب دي عندك، جمع المؤنث السالم يرفع ويجر بعلامة أصلية وينصب بعلامة فرعية. بدلها الأسهل، كل جمع المؤنث السالم اللي آخره ألف وتاء ينصب بعلامات أصلية، عدا النصب بيبقى بالكسر. تاني، جمع المؤنث السالم ينصب بعلامات أصلية ما عدا النصب. تمام. عندك جمع المذكر السالم والمثنى، المثنى بيرفع بايه؟ بالالف، وساعتها اخره الف ونون، تقابل اخره تلاقي الف ونون، زي الولدان، المعلمان، الناجحات. وينصب ويجر بالياء. كذلك الامر مع جمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ويبقى اخره ياء ونون. الاسماء الخمسه، واللي مش فاكر الاسماء الخمسه يتذكرها معايا دلوقتي. يلا حموكشة، ركز، إلهي ربنا ياخدك. الأسماء الخمسة، أجي أسأل الواد الأسماء الخمسة، يقول لي يا مستر الأسماء الخمسة أنا عارفها، قول يا ابني. يقول لك أب، أخ، ما تزيدش وتقول عمو وخال يلا يا سخيف. أب، أخ، حم، فو، وزو. مستر أنا بقالي 70 سنة في التعليم مش عارف يعني إيه فو دي. فو دي يا أستاذ اللي هي معنى كلمة فم. حنكك يا ولد، الفم ده هو بمعنى في كلمة فو. زو بمعنى ايه يا مستر؟ زو بمعنى صاحب. حم هنا تقصد اللي هي زي كلمة حماك اللي هو ايه؟ ابو المزدة. يلا، اب، اخ، حم، فو، وزو. دول مالهم يا استاذ؟ دول بيعربوا بعلامات فرعية، افتكرها دايما 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 بكلمة واي. واي اللي هي ترفع بايه؟ ترفع بالواو في الرفع. تنصب بايه؟ تنصب بالالف. تجرب ايه؟ تجرب الياء. يعني هنا بنلاقيها زو وهي مرفوعه، زا وهي منصوبه، زي وهي مجروره. اول لما تلمحها هتلاقي العلامه بتاعتها اصلا موجوده في اخرها، سواء واو، الف، ياء. حلو الكلام، بس ليها شروط. ايه الشروط يا جميل؟ الشروط ان انت لازم اول حاجه لا تجمع. ما ينفعش اقول اباء. لو قلت اباء عاملها معامله كلمه عاديه جمع تكسير. ما ينفعش اقول مثلا، ما ينفعش اقول كلمه زوي، انت كده جمع زو، ما ينفعش. لازم هنا في الحاله دي تبقى مفرد. زو، اباك، اخاك او اخوك مش مشكله. 2، تتصل بضمير. لازم عدا تانية ثانوي وبكالوريا عندكم الدرس ده. تتصل بضمير ما عدا ياء المتكلم. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت يا استاذ كلمة ابي، لا يا قلبي، عاملها كلمة عادية مفرد عادي بالضم. ماشي؟ طيب دي الشروط بتاعتها. ما بعدها دائما مضاف اليه. الاسماء الخمسة اهي في اكتر صورة مختصرة تشوفها في حياتك. ادي الاسماء الخمسة، عندك الشروط بتاعتها. الشروط معايا؟ طيب لو فلتنا شرط منهم، اذا انت كده يا استاذ بوظت الاسماء الخمسه، هتعملها اسم عادي. ارجع يا بطل يلا معايا. يبقى احنا كده عرفنا الاركان بتاعتنا. قلنا انواع الكلمه عندنا في اسم وفعل وحرف. طيب الاسم عندنا لا يرتبط بزمن زي ما انا قلت لك، وبيقبل الف ولام او تاء مربوطه. الفعل هي اي كلمه مرتبطه بزمن ولا تقبل الف ولام وتاء مربوطه. طيب زي كلمه مدرسه، معلم، مصر، اقتصاد، كل دي اسامي. لكن لو قلت كتب، يكتب، اكتب، ده فعل. الحرف لا يكتمل الا بجمله. يعني ايه يا استاذ؟ دخلت النهارده ورحت جاي قايل لك ايه؟ في. فانت اول حاجه تقول لي راحت منك ولا ايه؟ في ايه يا مستر؟ هقول لك الى. تقول لي انت كده بقى ايه؟ انت عندك ربع ضارب واخد هوا في مخك.
ايه يا مستر اللي انت بتقوله مش فاهم حاجه. لكن لو قلت لك مثلا الطالب في المدرسه، كده حلوت، كده بقت نعنشه. يبقى الحرف ما بيقبلش معنى غير لما يخش في جمله لوحده، اسمه حرف غلبان على قد حاله. طيب انواع الجمل يا بطل، قلنا ان الجمل في اتنين، في اسميه وفي جمله ايه فعليه. شبه الجمله احنا شرحناها في اول الحصه، ذاكرها كويس. اول الجمله الاسميه عندنا هي كل جمله تبدا باسم، كل جمله بتبدا باسم وبتتكون من جزئين، المبتدا اللي هو الاسم الاول وبعده الخبر. وقف بقى جميل عشان الكلام هنا هيبدا يضرب منك. المبتدا هو مين؟ بص يا جميل، عندي شرح بسيط للحته دي. لما يجي لكم جمله اسمها يا شباب، ركز يا قطقوط وركز يا قطقوطه معايا، في مستقبل بيضيع هنا يا خالتي انت وهو. يلا خالتي انت وهو. اول حاجه لما تيجي تجيب جمله اسميه بتبدا باسم، بتبدا باسم. اسال الكلام على مين. عشان تجيب المبتدا اسال هو مين، هو مين اللي بنتكلم عنه في الجمله. هو الاسم اللي بياتي في اول الجمله احيانا ساعات بيتاخر ويكون دائما مرفوعا. انا النهارده جبت مثال بسيط، العمل النافع ضروره. كم كلمه؟ 3. يلا نمسك اول الجمله. الجمله بدأ بألف ولام، يعني كده كده اسم، يعني جمله اسميه. اسال سؤال، العمل النافع ضروره، الكلام على مين؟ معاك 3 كلمات اديني واحده. هل يا ترى على العمل النافع ضروره، كلام على مين؟ على العمل. اذا العمل هقول عليها مبتدا مرفوع بالضم لانه مفرد، ضمه عشان هو مفرد، الجدول بيقول اهو يرفع بالضمه لو مفرد. طيب العمل النافع، انا اتكلمت على العمل النافع، اذا كده حبيبي يبقى ده كده المبتدا بتاعي. تعالى، ساعات بيتاخر المبتدا في حاله ايه؟ شبه جمله. لو جه شبه جمله يبقى الجمله مقلوبه ومعكوسه يا باشا، رجعها تاني هتلاقيها مبتدا. صلى على النبي. لما اقول لك اهو في القلب شعور جميل، في القلب شعور، هي اصلها ايه؟ الشعور في القلب. ليه يا مستر؟ تعالى اللي مش فاهمها، هو انا منطقي ابدا بحرف، ابدا الجمله بحرف كده وش مره واحده؟ لا طبعا، لازم يبدا باسم، يبدا بايه؟ بفعل. يبقى انا النهارده بدات بشبه جمله، الكلام ده كده اعرف ان في هنا كمين مستنيك، رتب جملتك صح، هات شبه الجمله الثاني ورجع اللي قبله. اقول هنا المفروض ايه؟ الشعور في القلب. اعرف شعور في الوضع ده، اقول له اسمه مبتدا مؤخر مرفوع لانها مقلوبه. امتى اقول مؤخر؟ لو بدأنا بشبه جملة والجملة مقلوبة، لو بدأنا بشبه جملة والجملة مقلوبة. طب شبه الجملة هو جملة اسمية بس مقلوبة، اديني بقول اهو. طيب واحدة تاني، لو قلت لك في العلم فوائد، هنعمل ايه؟ الجمله بدأ بحرف ما تنفعش، لازم ارجعها لاصلها، اجيب الاسم ده هنا. يلا هي اصلها ايه؟ الفوائد الفوائد في العلم. يبقى انا المفروض اقول الفوائد دي مبتدا بس ماله مؤخر. ويا مستر المبتدا المؤخر ليه سكه معينه؟ لا ابدا، مرفوع زيه زي المبتدا بتاعنا الاصلي. طيب حلو الكلام. في حاجه اسمها صور او اشكال المبتدا. المبتدا بتاعنا بيجي ازاي في الامتحان؟ اولا يا جميل، المبتدا بتاعنا ليه كذا صوره، ليه 4. ممكن يبدا باسم ظاهر. يعني ايه اسم ظاهر؟ اسم واضح يا بيه، اسم واضح انا شفته قدامي في الجمله. يلا نسال، الوطن محب لابنائه. يلا مين الكلام على مين؟ الكلام على الوطن. هو مين اللي محب؟ الوطن، يبقى ده اسمه المبتدا. طيب ظاهر ولا مش ظاهر؟ تقول لي يا مستر هو كاتبها بالاحمر كمان. يبقى ده اسمه صوره المبتدا، اسم ظاهر. هو السؤال هنا بيجي ايه؟ يقول لك هات مبتدا وبين صورته. صورته يعني شكله. طيب ممكن يجي كاسم اشاره، زي مثلا لما اقول هذا طالب مجد، فين المبتدا؟ هذا. بس لحظه 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 لحظه، لما بيجي اسم الاشاره كلنا عارفين ان هو مبني، لازم نقول اسم اشاره مبني، ما بنقولش مبتدا على طول عند اسم الاشاره بالذات ولا الاسم الموصول. ماشي؟ اسم اشاره مبني احنا المفروض هنعربه ايه؟ ها مبتدا، والمبتدا ماله؟ رفع، يعني مرفوع. يبقى بنقول اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا. اعيد تاني، اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا. او يجي اسم موصول وهعربه مبني زيه. طيب زي الذي يتفوق ينجح، الذي يتفوق ينجح، فين المبتدا؟ الذي. تقول لي يا مستر الذي دي اسم، مش بدأ بألف ولام، واصلا اسمه ايه يا حيوان؟ لا مؤاخذة،
اسمه ايه يا ابو قرنين؟ اسمه اسم موصول. طيب ممكن معذرة اعدلوا دي، مش اسم موصول تاني، ضمير. ممكن يظهر المبتدأ بصورة ضمير. يعني ايه؟ انت محترم، واشك في ذلك طبعا، بس يلا سامحنا يا رب. انت محترم، انت دي هي المبتدأ؟ هي المبتدأ. طيب نعربها ازاي؟ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. مبني في محل رفع مبتدأ. يا رب توب علينا. طيب لو عندنا اخيرا لقيتها، لقيت الاستيك. ايه ده؟ مش استيك اصلا. طب استنى يا اختي، هي دي. على النعمة انا بفهم فوتوشوب. طيب ركز يا جميل. يبقى احنا كده بسم الله عندنا الجملة الاسمية خلاص، الصور بتاعتها زي ما احنا اتفقنا، ليه 4 صور في المبتدأ. عندك اسم ظاهر، عندك اسم إشارة، عندك اسم موصول، عندك ضمير منفصل زي أنت وأنت وأنتما وهو وهي وأي حاجة من دي. ممكن طلبة ثانوي بس اللي تسمع دي وكله يستفيد. ممكن يكون المبتدأ مصدر. مصدر يعني ايه؟ مصدر يعني مركب يا شباب. اسم مركب اسمه مصدر مؤول. اريحك؟ بيبقى عبارة عن ايه؟ جملة فيها ان ووراها فعل مضارع منصوب. تاني، جملة فيها ان ووراها فعل مضارع منصوب. مش احنا كنا بنقول ان لن كي حتى لام التعليل؟ بيعملوا ايه؟ بينصبوا المضارع. ممكن يبدأ المبتدأ كمصدر مؤول على بعضه. ازاي؟ لما اقول لك كده وان تصوموا خير لكم، يلا نسأل فين المبتدأ؟ أن تصوموا كلها. إيه يا مستر ده احنا مش كنا واخدين إن بتنصب اسمها وترفع خبرها والقصة دي لما يكون وراها اسم، لكن دي مش وراها اسم، ده اسمه مصدر مؤول. أن والمضارع مصدر مؤول بيعرب إيه؟ حسب موقعه. دي بتاعت ثانوي بس، ولو طالب في إعدادي سمعها يبقى يخليها في مخه بس، مش مطالب بيها دلوقتي. تعال قال لك إيه؟ لو دخل إن أو كان وأخواتها، المبتدأ ما بيبقاش اسمه مبتدأ. شفت مثلا لما تكون عامل عامله يا ولا، ومثلا ماما تقول لك طب لما ابوك يجي، فانت اول لما ابوك يجي حمو بيتحول لمحمد، او محمد بيتحول لحمو بقى، اللي هو عيون يا بابا. عايز ايه يا بابا؟ اشيل السقف وانزل بيه؟ ماشي يا بابا عينيا. لما تكون عامل بلوه بتبقى عامل فيها ايه؟ تعبان كده صغير. المبتدا طول حياته مبتدا مرفوع الا اذا ايه؟ لو دخلت ان او كان. لو دخلت ان او كان ما بيتسماش مبتدا، بيسمى اسمها. يعني ايه؟ يعني ايه فوق يا جميل؟ فوق حموك شتي. لو قلت لك ان الوطن محب لابنائه، فاكر اللي انا كنت كاتبه هنا؟ لو انا كنت قايل لك الوطن، بص، الوطن محب لابنائه، قبلها ابيض ساده مفيش ان ولا لن ولا كي ولا اي حاجه. لكن تعالى هنا انا ضفت ايه؟ ضفت ان. هتفرق؟ طبعا. كلنا عارفين ان وهنيجي للنواسخ منفصله لوحدها في شرحها. ان تنصب اسمها وترفع خبرها. طب وكان العكس، ترفع اسمها وتنصب خبرها. ان سميها نصابه. نصابه يعني ايه؟ بتنصب على اللي وراها مباشره اللي هو اسمها. طب وكان طيبه اللي وراها مرفوع. يلا نجرب. ان الوطن، لو طالما الوطن دلوقتي تعال نلعب لعبه، شيل ان خالص. اصلها كان ايه؟ الوطن محب، يعني بادئه جمله اسميه مبتدا عادي. بس لو دخلت ان ما بنقولش مبتدا، بنقول اسم ماله؟ اسم ان. اسم ماله يا جماعه؟ ان. يبقى انا النهارده بسم الله اذا جاء لو جالي دلوقتي اي حاجه من ديت كان او ان، لو جالي اي حاجه من ان او كان هنقول اسمها على طول. طب لو جاب لي كان يا مستر، لو جاب لك كان اقول اسم كان. طب جاب لي ان، ما خلاص يا ابني هي شغلانه ما ترحمون. طيب تعالى بقى دي، لو انا جيت ورحت ايه؟ رحت ايه يلا؟ سألنا بقى عن الخبر. احنا كده حللنا المبتدأ كله وعرفنا ان هو بيجي ظاهر وبيجي ساعات مؤخر في حالة لو شبه جملة الحتة دي، وربنا 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 وحياتك عندي غالية، والحتة دي مهمة قوي. طيب الخبر بقى هندسة، مستر انا ما بعرفش اطلع الخبر غير لو كان لازق جنب المبتدأ، معروف. طيب اول غلطه ما تعملهاش، نصيحه اخ يا ابن الحلال، عايزك في حاجه كده على السريع، معلش انا عارف ان انا بتكلم بالتفصيل شويه، بس والله لاجلك انت مش لحاجه تاني. لو انا جيت دلوقتي
شرط يا شباب اللي عايز يبقى اوائل في النحو لازم يبقى فاهم ان الاعراب بيبقى حسب، هيقول لي حسب موقعه دلوقتي الحيوان، حسب المعنى. يا مستر يعني ايه حسب المعنى؟ هو حسب موقعه كل حاجه، بس انت لما تيجي ان شاء الله تشتغل اعراب هندسه لازم تشوف المعنى رايح فين وجاي منين. حبيبي مش شرط اللي بيجي بعد المبتدا يبقى خبر. تقول لي ايه ده بقى؟ مش انت لسه قايل كده هو مبتدا زائد خبر جمله اسميه صح؟ بس بتكلم في الاماكن، مش لازم يجي الخبر حاضن المبتدا وراه في ظهره. يحصل ما يحصلش الاثنين، بس الاكتريه ما بقاش يحصل. انت بقيت قد الباب دلوقتي، ما ينفعش يدلعك كده. يعني انا لما اقول مثلا كده العلم، اما اقول مثلا العلم نور، مبتدا وخبر الجمله تمت خلاص. انما ممكن اجي اقول كده، اجي اقول مثلا كده الوطن، لا اله الا الله، الوطن بص كده بين ابنائه مصون يعني محفوظ يعني. الوطن، يلا الجمله دي جمله ايه؟ جمله اسميه. طب يلا بقى نتكلم، هل بعدها ده اللي خبر؟ تقول لي لا يا مستر، اقول لك وانا بقول لك لا 2 3 4، لان بين اولا دي ظرف ما ينفعش تبقى خبر. طب يا مستر هو انا بعرف الخبر منين؟ هو ده بقى الكلام. الخبر ما تحفظش ان هو بيجي جنب المبتدا، الخبر هو اللي بيفهمني المبتدا ماله. ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني يا حبيبي انا دلوقتي عندي مين؟ دي الوطن. حلو الكلام، ادي الوطن اهو جميل حلو. يلا نسال الوطن ايه ماله؟ تقول لي الوطن بين ابنائه، ما انا ساكت، ماله برضه بين ابنائه. هل الجمله مشيت كده؟ لا، لازم اكمل. الوطن بين ابنائه ماله؟ مصون. يبقى اذا مصون هنا خبر اهي، وادي المبتدا قبلها بشريعين 3 اهو. اذا انا لازم اثبت لك ان مش دايما بيجوا ورا بعض، ممكن يجي فواصل في النص، ده اسمه فاصل. الجر والمجرور ده فصل ما بين ده وما بين ده، انا بمشي مع المعنى وليس مع المكان. افهم اللقطه دي. طب تعال، ما هو في ناس حافظه ان الجمله الفعليه هي ايه يا اولاد؟ فاعل مفعول به. طب تعالى خد دي يا جماعه، لازم تفهموا النحو مش تحفظه. لو انا جيت النهارده قلت لك ايه؟ قدم الجندي لوطن ايه؟ الأمين، قدم الجندي لوطنه الأمين تضحيات. يلا يا عسل، الجملة فعلية قدم فعل ماضي، مين اللي قدم؟ الجندي. طب هو قدم ايه يا مستر؟ قدمه لوطنه، هي دي اللي فهمتني؟ لا. طب هو قدم الأمين؟ لا. هو قدم ايه؟ تضحيات. فيجي الواد يقول لك ايه؟ مستر قدم فعل وده فاعل، فين المفعول؟ اهي. اسأل نفسك كده. يبقى انا يا جماعة انا بثبت لك مسألة صغيرة بس ما تعملهاش تاني، ان انا ما بحفظش اماكن، دي اهم حاجة. انت بتحفظ ايه؟ مش بحفظ حاجة اصلا، انت بتفهم الجملة فين اركانها ال3 او ال2 بتوعنا. حلو، رجعنا لمرجوعنا. يبقى الخبر بنعرفه منين؟ هو اسم بيتمم المعنى بعد المبتدا. ولو عايز تعرفه بسهولة اسأل بماله او مالها. ايه مين اللي ماله ومين اللي مالها؟ اسأل المبتدا نفسه، انت مالك او مالها، اسأل كده. ازاي؟ الوطن اليوم أمانة رجاله. يلا مين المبتدا؟ هتقول لي الوطن. يلا اسال ماله الوطن يا شبابنا؟ ماله الوطن؟ ما احنا عايشين اهو. الوطن هنا حبيبي امانه ولا اليوم؟ انا راضي ذمتك، انا حطيت ايدي على الجمله كلها يا شباب. الوطن اليوم امانه رجاله. هل ينفع اقول الوطن ماله تقول لي اليوم؟ يعني انت النهارده اجي اقول لك مثلا انت اكلت ايه؟ تقول لي امبارح، هي دي اجابه؟ طيب يبقى انا لازم امشي مع اسئله صح. الخبر نسال عنه بكلمه ماله، خلصت. اجيب المبتدا كده واقول له انت مالك يا عمنا، ادي اللعب. طيب الامتحانات مستر، احنا لسه استبحنا، احنا لسه في اجازه يا مستر وربنا انا عايز اجازه 3 سنين عشان اتعافى وخاطري يكبر كده ويبقى ايه، يبقى عندي شغف، وربنا لو سيبناك اجازه 4 سنين انت ما هيحوى فيك. انواع الخبر هي ايه؟ الكلمه اللي بنسال عنها بماله دي يا بطل ليها انواع.
ايه الانواع بتاعتك؟ الانواع بتاعتك يا عسل ان انت حضرتك اول حاجه بنيجي نقولها ان الخبر عندنا واخدينها من ابتدائي 3 انواع. في خبر اسمه خبر مفرد، وفي خبر اسمه خبر جمله، وفي خبر اسمه شبه جمله. حلو الكلام، حلو الكلام، زين والله زين. الخبر المفرد نعرفه منين؟ انا دايما بحب افسر لك الحاجه بايدي. يا ميسر يا رب، خد كل الطلاب يا رب، خد كل الطلاب يا رب وسيبنا. الخبر خبرك اسود ومهبب انت وهي لو ما ركزتش فيه، لان الدرس ده بنسميه درس جوكر. جوكر بمعنى ايه؟ جوكر ان هو ممكن ينط في اي درس. طلبه اولى ثانوي السنه دي محتاجه ده، طلبه عندنا تانية ثانوي محتاجه الكلام ده، طلبه ثالثه اعدادي، كل الطلاب والله وحياتك اولى اعدادي تانية اعدادي كل الطلاب ثالثه ثانوي عندها الدرس ده. يا جماعه ما فيش في النحو كبير وصغير، النحو هو منهج اساسي ما بيتغيرش عليه غير درس درسين ثلاثه، بس الفكره موجوده اساسي. الخبر ايه؟ الخبر 3 انواع. تن 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 تن. الخبر 3 انواع. الخبر 3 انواع وانا بفكهم باربعه. هتقولي يعني ايه بفكهم باربعه؟ عشان نفهم يعني، معلش احنا بنتكلم عشان نفهم بالتفصيل. ايه اول نوع من الخبر بتاعنا؟ الخبر اللي اسمه خبر مفرد. ايه تاني نوع من الخبر بتاعنا اللي انت فكيته؟ الجمله. مش احنا لسه قايلين يا شباب من نص دقيقه ان الجمله نوعين، في جمله ايه اسميه وفي جمله ايه فعليه، فاحنا هنقسمها عشان ايه نبقى مدققين قوي في المعلومه يعني. والخبر الاخير اسمه خبر شبه جمله. صليت على النبي يلا يا جميل بسم الله. الوقت انا اعرف منين ده واعرف منين ده واعرف منين ده؟ لازم اول حاجه نعرف كل واحد مفتاح اجابته ايه. يعني ايه الكلام؟ يعني حضرتك بسم الله انا عندي اسمه خبر مفرد، كل طلبه مصر توقف بقى، ستوب كده يابا، ستوب يابا عليا واهدى على حالك. اللي فاكر ان الخبر المفرد هو اللي بيكون جاي زي الولد حاجه واحده بس، يقفل الفيديو ويروح. ليه؟ لان انت فاهم كده الموضوع عكس تماما الكون كله وعكس الطبيعه كلها. اولا ما اقصدش بكلامي المفرد ان هو بيبقى كلمه واحده، امال تقصد ايه يا عمنا؟ اقصد هو بيبقى كلمه واحده مش شرط تكون مفرد. كلمه واحده مش شرط تكون مفرد. لا 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 لا, لا. على الهادي كده بقى تعالى. يعني ايه كلمه واحده مش شرط تكون مفرد؟ المهم ان هي عددها واحد، خط واحد، ما تكونش كلمتين، لا انا عايزها جزء واحد بس. هي بتعبر عن مفرد، امين شغال حلو. بتعبر عن اتنين. يعني ايه بتعبر عن اتنين؟ مستر تعالى اسالك سؤال يا استاذي كده جميل يا مستر يا صغير، الولدان دي كام كلمه؟ تقول لي دول ولدين. والنبي بلاش اكل فول كتير، يعني قللوا قليلا شويه كده، قللوا من الفول واكثروا من البرسيم. الولدان تاني فزورة اليوم يلا، هي كم كلمة؟ فالواد المغفل يقول لك دول 2 يا مستر. حبيبي انت عينك شايفة ايه؟ اخ، هو الدرجة دي مخنا باظ؟ هو بايظ اصلا يا قلبي. الولدان كلمة واحدة بتعبر عن 2. تاني هي كلمة واحدة بتعبر عن 2 بس هي في الاخر عددها كام قدامي؟ عيني شايفة كام؟ 1 كلمة. طالما هي كلمة واحدة اطلق عليها في الامتحان ان نوع الخبر مفرد. ازاي؟ خد المثال الاول، العلم نور. يلا رد. عندك المعلمون ناجحون، الولدان مش مسامحين يا عيال ولا ايه؟ الولدان يا رب ناجحان. صليت على اللي يشفع فيك يلا يا عسل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يلا يا عم كل دول خبر صح؟ يلا العلم نور كم كلمة؟ نور كم كلمة؟ اللي انا معلم عليها بس واحدة، يبقى ده نوع مفرد. تعالى المعلمون ناجحون. مستر بس ناجحون قلنا لا، انت عينك شايفة ايه؟ كلمة ولا 2 مش مهم، هي بتعبر عن كام، المهم هي عددها كام في الجملة؟ واحدة، يبقى ده مفرد. طب الولدان ناجحان، نفس الكلمة نفس القصة، ناجحان كام؟ واحدة. إذا كده يا باشا أنا فهمتك الخبر المفرد وعفى الله عما سلف. كله خبر بيبقى ماله مرفوع عادي جدا. مرفوع بايه؟ حسب الكلمه، يعني ده مثلا مرفوع بالضمه، ده مرفوع بالواو، ده مرفوع بالالف عشان مثنى.
طيب الجمله الاسميه حلو 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 الكلام. الجمله الاسميه بنعمل ايه؟ الجمله الاسميه عندنا يا استاذ بعد اذن حضرتك طقطق ودنك كويس. الجمله الاسميه عندنا مهمه جدا 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 جدا. ليه يا جميل؟ عشان الجمله الاسميه بتلخبط الطلبه كلها في الامتحان. ايوه بتلخبط الطلبه والله، واسمع مني يا مستر انا شاطر فيها، اسمعها كمان مره. الجمله الاسميه انا هعلمها بحاجه. الجمله الاسميه كلمه بتبقى كلمه، الله، كلمه زائد ضمير زائد كلمه تانيه. انا بختصر لك اللي بيقوله الكتاب. زائد كلمه مسطول، ده مسطول بجد، زائد كلمة ضمير كلمة. خليك فاكر الأغنية دي. يعني إيه كلمة ضمير الكلمة؟ وعينك ما تسيبش ده، عينك ما تسيبش ده، أبدا أبدا أبدا. الجملة الاسمية فيها ضمير دائما سواء متصل أو منفصل. يعني ممكن تلاقي كلمة زي كلمة خلقه، علمه، علمهم في ضمير، أو هو جميل هتلاقي دايما ضمير بيتوسط ما بينهم. الجملة الاسمية دايما هي أولا اسمها جملة، يعني مكونة من كم مقطع، مش واحد بقى زي اللي فوق، لا كلمتين مقطعين ولازم يربطهم ضمير، وبنسميه بما انه بيربطهم بنسميه رابط. بعض الكتب بتقول لك كده. زي مين يا هندسه؟ زي مثلا لما نيجي نقول كده، اجي اقول لك في الامتحان لون اصفر زي قلبك اهو. اما اجي اقول لك مثلا كده العلم، ركز، العلم فوائده عديدة. لحظة بقى، أنا عندي الجملة دي جملة إيه؟ اسمية، العلم مبتدأ، حلو، يلا نسأل. قلنا لما نجيب الخبر بنسأل بماله، ماله يا هندسة العلم. يلا فوائده عديدة. كم كلمة هندسة؟ أدي واحد وأدي اتنين، في النص في إيه؟ رابط ضمير، سميه زي ما تسميه. فوائده عايدة على مين؟ عايدة على العلم. طيب انا دلوقتي ده كده على بعضه بنسميه خبر، بس خبر اسمه خبر جمله ايه؟ خبر الجمله الاسميه. لو حبينا نعربه بنقول في محل، اي جمله في محل، قول معايا دي تاني، اي جمله في محل، والمفرد مرفوع دايما، لكن اي جمله من الخبر بتبقى في محل رفع خبر. وبما انه اسمه خبر، ستوب، لحظه تركيز، بما انه اسمه خبر جمله اسميه فهو ايضا بيبقى جواه مبتدا تاني وخبر تاني، بنسميه مبتدا ثاني وخبر للمبتدا الثاني. والجمله كلها 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 خبر الاخ اليتيم اللي بره. عيد تاني. العلم ده مبتدا وهيلزمه خبر يا جماعه، مفيش مبتدا ملوش خبر غير في حالات تانية هناخدها في ثالثه ثانوي، لكن دلوقتي المبتدا يلزمه خبر عشان المعنى يتفهم. امين يابا؟ امين. طيب خلصان. انا عندي العلم فين خبره؟ كلها يا مستر، كلها فوائده عديده. اصلا لما تيجي تسال بماله، العلم فوائده، بس ما فهمتش حاجه. العلم عديده، انت اللي عديده كده انت بتهبط، ما ينفعش كده، ده اي بطيخ. انما العلم ماله فوائده عديده. طيب حلو الكلام. انا النهارده لو عايز افك الخبر ده، افكه يعني اطلع له الركنين بتوعه، مش هو ولا جمله اسميه؟ واي جمله اسميه فيها ايه؟ رجليها الاثنين هما مين؟ المبتدا والخبر. حلو الكلام، عسل قوي. طيب بس هنا عشان في مبتدا كان قاعد بره فبنسمي ده مبتدا اسمه مبتدا ثاني وخبر للمبتدا الثاني. طب وكلها الجمله كلها دي قطاعي، انما بالجمله اهي كلها ده خبر المبتدا الاول. واحده تاني عشان انا ما بثقش فيكم من هنا لحد الباب. لو انا النهارده او بكره يعني، لو احنا اتكلمنا قلنا الحديقة أسوارها عالية. يلا يا جميل، يلا نشتغل. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مبتدأ، جملة اسمية لطيفة خالص، رابعة أول مس ألفة اهي. طيب مالها الحديقة يا أولاد؟ أسوارها عالية. كم كلمة يا عمنا؟ 2.
في رابط اهو. طيب ده هنا كده 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 كلها اسمه خبر جملة اسمية. ماشي، خبر جملة اسمية. حبيت افك او هو نزل بخط، اعرف دي يا ابني لوحدها واعرف دي يا ابني لوحدها. طالما هما كلمتين بينهما رابط، كلمتين بينهما رابط بعد مبتدأ، يبقى ده اسمه مبتدأ ثاني. وعشان انتوا حبايبي هنبصمج المعلومة. ايوه كده يا مستر، ادينا في السهل اهو. المبتدأ اذا جاء بعده كلمة تحتوي على ضمير يساوي مبتدأ ثاني. اعمل يا باشا كشكول ملاحظات للمحاضرة دي. لو جالي بعد المبتدأ، عينك معايا كده، طبق بعده كلمة فيها ضمير، هيبقى في الحالة دي هنسميها مبتدأ ثاني. ليه؟ عشان ده اسمه خبر جملة اسمية. حلو الكلام. طيب وخبر الجملة الفعلية؟ خبر الجملة الفعلية ماله يا جميل؟ قال لك خبر الجملة الفعلية بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على كلمة واحدة. واحد هيوقفني ويقول لي يا مستر ما ده كده مفرد، استنى على رزقك، بس تكون فعل مش اسم. انا مش لسه، انا ما خلصتش اهو. المفرد بيبقى كلمة واحدة، بس دي بتبقى كلمة اسم يا هندسة. ضيف الملاحظات دي عندك وخليها معاك طول السنة. انما تعالى هنا، خبر الجملة الفعلية بيبقى كلمة واحدة بس ايه؟ فعل. زي مثلا لما نيجي نسأل دلوقتي، بص، الولد يذاكر دروسه، الطالب ينظر إلى العلم. بعيد عنكم طبعا، أنا عارف الكلام ده بيحصلش. ينظر ويذاكر. مستر هو دي جملة اسمها ولا جملة فعلية؟ احنا بنجيب الجملة منين؟ من أولها. يلا، دي جملة بادئة بمبتدأ. حلو الكلام يابا، أبيض يابا عليك. حلو، بس استنى اسال بماله بقى. الولد ماله؟ يذاكر دي كام كلمه؟ مستر واحده. اقول مفرد؟ لا. لو فعل ما تقولش مفرد خالص. لو فعل بنقول خبر اسمه جمله ايه؟ فعليه. وساعتها بنعربه ايه؟ اي جمله في محل الجمله الفعليه في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. ادي اللعبه يا معلم. طب تعال، اخر واحد اسمه خبر شبه جمله. يا جدعان يا أهل العلم، يا ناس يا الحقون، أي خبر شبه جملة كمان مرة، أي خبر شبه جملة عليه العين في الامتحانات بيبقى عبارة عن جر وإيه؟ ومجرور أو ظرف زمان أو ما كان. أما أجي أقول لك القرد فوق الشجرة، معايا قرد، قصدي معايا برنس. يلا، لو انا جيت النهارده وسالت ماله القرد ده، قال لك فوق الشجره. طيب وطالما هو ماله واجابتي كانت فوق، يعني ظرف، يعني ده سميه ايه؟ اي حاجه بماله بتبقى خبر. اكتبها يا باشا، ثبتها يلا. يبقى ده اسمه خبر شبه جمله. حلو الكلام. حلو يابا، ابيض معاهم الدنيا حلوه وعسل ولذيذ. ممكن يكون جر ومجرور، ممكن. زي مثلا لما اجي اقول لك كده الدين في قلب صاحبه. يلا رد. الدين ماله؟ في قلب. واحد يقول لي استنى، مش واحد، هي بتبقى واحده غالبا اللي بتسالنا السؤال ده، هي اللي بتدقق قوي عليكم انتوا حاجات. ايتها النسوه بقى. الدين في قلب صاحبه. واحده تقول لي طب ما مستر الدين في قلب صاحبه ماله؟ هو قال. تقول لي ما صاحبه، ايه اللي انت بتقوله بقى؟ ايه الهبل ده؟ اما ما اقول لك مثلا احمد فين، تقول لي محمد جه. ما ينفعش. انا بسال هنا من خلال الجمله يا استاذه، مش من خلال عقلك. اركن يا باشا عقلك على جنب. ودي صح، انا ناوي اوصي بيها كل الناس، بس كنت هخليها في الاخر. عقلك ما يشتغلش من غير قاعده. عقلك ما يدخلش في الموضوع. عيد تاني، اخاف عليك واخشى عليك من هذا العقل. ده مش عقل بني ادم نهائي، ده عقل غوريلا. عقل غوريلا والله. اوعى اللي انت تفكر بعقلك ابدا. ساعات بيبقى العقل مش مظبوط، بيبقى واخد هوا. الدين ماله؟ في قلب صاحبه. في قلب ده شبه ايه؟ جمله. يبقى انا كده النهارده ده اسمه خبر شبه الجمله. ما تنساش اذا بدا، وربنا ما هسيبها، اذا بدا بشبه جمله في الامتحان
بشبه جملة يكون ما بعده مبتدأ ماله مؤخر مرفوع. مثال أخير عشان ما تقوليش أنا لسه مش فاهمها كمان مرة. بص كده، في قلبي شعور سعادة. في قلبي شعور من السعادة أو شعور بالسعادة. يلا، في قلبي شعور أصلها إيه؟ أصلها الشعور في قلبي إيه؟ في قلبي. الشعور في قلبي، يبقى ده يا أستاذ مبتدأ مؤخر، وده بنقول عليه شبه جملة مقدم، اللي هو الخبر المقدم، يعني نوع شبه جملة. وصلت؟ أهم حاجة تكون وصلت. حلو الكلام. خلصنا الجملة الاسمية بكل حذافيرها. نرجع بقى جميل لإضافات على الجملة الاسمية. يعني ايه إضافات على الجملة الاسمية؟ في حاجة جميل بتخش على الجملة الاسمية اسمها النواسخ. وكلمة ناسخ مش معناها ان انا باخد حاجة كوبي، لا ما ينفعش، انا مش باخد كده. كلمة نواسخ يعني مغيرات، اضافات بتخش على الجمله الاسميه اللي احنا عارفينها، هم مبتدا وخبر اللي هم مرفوعين، بس بتلعب في الايه، في الاعراب بتاعهم شويه، بتغيروا. واولهم في الامتحان افعال ناسخه كان واخواتها. طلبه اولى ثانوي الطقطق ودنها هنا عسل، عشان ده اول درس نحو. كان واخواتها من الدروس المهمه، بيجي في اولى ثانوي وبيجي في ثالثه ثانوي كمان. كان واخواتها هم مين اولا؟ عندك كان واخواتها، يلا احفظهم. اول حاجه حفظ زي ما انا قلت لك، وبعد كده نفهم. كان اصبح امسى اضحى. كان اصبح امسى اضحى. ظل وبات صار وليس. كان اصبح امسى اضحى. ظل وبات صار وليس. ما زال، ما برح، ما فتئ، وفي حاجه اسمها من فك. طالب اعداد هيفتح بقه دلوقتي. دي حاجات هتاخدها معانا اضافه من اخوات كان زياده في الايه، في الدرس بتاعك في ثانوي. ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك. ايه التعويذات ده يا مستر؟ كلهم بمعنى ما زال. يعني ايه ما زال اصلا؟ ما زال يعني لسه. ما زال الطالب يذاكر. يلا كمان مره، انا لازم احفظهم عشان لما اشوف اخواتها كان مقدور عليها. اخواتها بقى مش مقدور عليهم، اخواتها جرى ايه، يدونا على دماغنا في الامتحان. كان، وافتكر بقى اجزاء اليوم بعد كان. اصبح اللي هو الصباح، امسى اللي هو المساء، اضحى اللي هو وقت الضحى. معايا؟ اضحى، ظل، واللي بيجي عليه وقت الضحى ووقت الفجر بيظل وبيبات في مكانه. صار وليس، ما زال، ما برح، من فك. بتعمل ايه دول يا جماعه؟ دول لما بيخشوا على الجمله الاسميه بترفع المبتدا. بس خليك فاكر، خليك فاكر يا قطقوط يا صغير انت يا كميله، خلي بالك اني بيبقى اسمها اسم كان، ما بتسماش وقتها مبتدا. لو جت كان يبقى اسمها خلاص يابا. وتنصب الخبر. ليه اتسمت نواسخ؟ عشان دي الخبر في اساسه، في قاعدته الاولانيه السبوره الاولى كان مرفوع، ولما بتدخل كان بتخليه ماله منصوب، يبقى هي نواسخ عشان غيرت الخبر. طيب ازاي مين يا مستر؟ كان الطالب مهذبا. كان الطالب مهذبا هنا. يلا، كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، فعل ماضي. مين اللي كان؟ الطالب. وبالمناسبه لو عايز تعرف اسم كان اسال مين اللي كان. مستر طب لو جاب لي اصبح، مين اللي اصبح؟ مش محتاجه يعني ذكاء. طيب او اقول هنا مين اللي كان؟ الطالب. يبقى اسم كان مرفوع، وطالما هو مفرد يرفع بالضمه، واحفظ الجدول اللي فات. طيب كان الطالب ماله؟ مهذبا اسف، مهذبا. يبقى خبر كان، خبر كان ماله ينصب. طيب حلو. خد اللي جاي. صار محب الوطن ملبين النداء. دي قاعدة ان الخبر لما بيبعد، فاكر قلنا بنسأل بماله؟ يلا نجرب. صار من اخوات مين؟ كان، فعل ماضي. طيب فعل ماضي ناسخ. مين اللي صار؟ محب الوطن. لما الاسم يكون من حاجتين انزل بالاول. انا هاخد كلمة محب بس هي الاسم كان. طب والجزء الثاني يا مستر؟ اي كلمة وراها كلمة بتكملها بتساوي مضاف إليه. يعني محب الوطن، الوطن مضاف إليه. يعني مدرس الفصل، الفصل مضاف إليه. الكلمة الأولى حسب موقعها والثانية مضاف إليه. أي كلمتين مكملين لبعض، الأولى حسب موقعها والثانية مضاف إليه. أنا قلت محب مين؟ الوطن، تكملة عليها إيه؟ طيب ونكرة زائد معرفة مضاف إليه أصلا. طيب صار محب دي اسم كان مرفوع بالواو. ليه يا مستر؟ محب واو جمع، واو جمع مذكر سالم.
طيب مالهم بقى؟ صار محب الوطن مالهم؟ ملبين. وكلمة ملبين يعني بيسمعوا الكلام، بيستجيبوا، ملبيين النداء. ده خبر كان، وخبر كان بينصب، وطالما اخره ياء ونون او جمع بينصب بايه؟ بالياء. يبقى تاني، لما يجي لي كان واخواتها لازم تبقى عارف التركايه دي، اسمها دائما مرفوع وخبرها دائما منصوب، مع العلم ان الاسم يبعد عن الخبر احيانا بنسال بماله او كان ماله. طيب اول قاعده عايزك فيها، اول قاعده عايزين نتكلم فيها قوي 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 بتاعت امتحانات، اذا اتصل ضمير، عارف الضمير اللي ما عندكش ضمير انت وهي، الضمير اللي هو زي تاء الفاعل، واو الجماعه، نون النسوه، معايا، كاف الخطاب، اي حاجه من دي، هاء الغائب، اي حاجه من دي لو اتصلت بكان تكون اسمها. اذا اتصل ضمير بكان يكون هو اسمها. صليت على النبي؟ يلا بينا يا باشا على اللقطه دي، عشان اللقطه دي، اللهم صل على النبي، اللهم زيد وبارك، ايه الحلاوه والعظمه دي اقسم بالله. بص يا عم، لو اتصلنا بكان واخواتها اهي، كان، ولما اقول كان يبقى اخواتها معاها، باي ضمير يساوي اسمها. يعني ايه يا عم؟ يعني حبيبنا لو انا جيت قلت لك كده، كنت متفوقا، انتباه يا عم، كنت دي اللي هي مين؟ اللي هي كان. طب ومين اللي متصل في ظهرها ده يا عم؟ مين اللي جاي معاها ده؟ قال لك اللي جاي معاها ده اسمه ايه؟ اللي جاي معاها ده اسمه ضمير، اسمه تاء الفاعل. طيب تاء الفاعل مالها يا عم؟ تاء الفاعل ده ضمير. طب واحنا بنقول ايه فوق المعادله؟ بتقول ايه؟ دي عينك فيها كلها، عينك فوقيها كلها. كان لما بيجي معاها ضمير يكون ايه؟ اسمها. يعني انا النهارده لما اجي اعرب التاء في محل رفع، التاء في محل رفع اسم كان. مش اسم كان بيبقى مرفوع؟ واحنا اتفقنا اي ضمير يا شباب في اي حاجه في المنهج بتقول في محل الاول، اسم اشاره او اسم موصول او ضمير بنقول في محل الاول، واسم كان مرفوع فيبقى في محل رفع اسم كان. كنت مالي؟ متفوقا. يبقى متفوقا اصلا منصوبه، اهي فيها تنوين او ياء ونون، هي منصوبه، واللي منصوب عندنا هو خبر كان اساسا. فاهم ولا لا؟ اللي منصوب بيبقى خبر كان. يبقى تاني القاعده بتقول اي ضمير يتصل بكان او اخواتها يكون اسمها. عادة التأنيث، الضمير الوحيد اللي مخالف للقاعدة اسمها تاء التأنيث. مش فاكر يعني ايه تاء التأنيث؟ تاء التأنيث هي اللي بتيجي مع مؤنث يا بطل، هي اللي بتيجي مع مؤنث يا روحي، بتيجي مع مؤنث، وخلي بالك منها. تاء التأنيث ما بتتحسبش ولا حد بيعمل حساب للمؤنث خالص. البنات دي مهمله، ما حدش عامل لكم حساب في المجتمع، لا مؤاخذه يا شباب. يا المؤنث زي مين؟ لما اقول مثلا رسمت، بلاش رسمت، نشتغل على كان، يلا. لما اقول كده كانت الفتاه مخلصه لامها او لوالديها. صليت على النبي؟ يلا. مين اللي كانت يا معلم؟ مين اللي كانت؟ هتقول لي الفتاة. شفت انت التاء دي عملت حاجة؟ تقول لي لا. ليه؟ لأن دي اسمها تاء التأنيث يا أستاذ. تاء التأنيث ليس لها محل، ما بتتعربش أصلا، ليس لها محل من الإعراب. إذا يا جماعة هنقول هنا إن اسم كان هو الفتاة، وخبر كان هي مخلصة. سألنا إزاي؟ مين اللي كانت؟ الفتاة. كانت مالها؟ مخلصة. أهو خبر كان. طيب حلو الكلام. تاني ملحوظة عشان برضو تبقى في الأمان مع كان وأخواتها، وتقريبا هي مكمله لدي، اي كلمه منصوبه، وكلمه منصوبه يا استاذ يعني واخده تنوين، واخده ياء ونون، معايا، واخده كسره في جمع المؤنث السالم، لو في حاجه من دي دايما تكون خبرها. اي كلمه منصوبه دايما تكون خبرها. زي مين؟ بص كده عسل، كن نشيطا، اسمع دي، كن نشيطا. يلا رد عليا عسل.
كن نشيطا. مين اللي كان؟ هي كن دي مين؟ اللي هي كان واخوات. تقول لي ايه ده يا مستر، هي ممكن تتغير؟ تعالى ما اقول لك على معلومه. كان ممكن تيجي ماضي مضارع امر، كان او يكون او كن. ممكن اقول اصبح او يصبحوا او اصبحوا او اصبح، هي كن. يلا نسال بقى السؤال اللولبي الفزلوكه، مين اللي كن؟ تقول لي نشيطا؟ لا طبعا. مين اللي هيكون نشيط؟ افهم، اللي هيكون نشيط هو انا او انت. خليها انت عشان ده امر. كن انت، كن مالي نشيطا. طيب نشيطا تقرب ايه؟ خبر كان منصوب. عرفت منين يا جميل؟ عرفت ان هي اصلا منصوبه فيها تنوين. بعيدا عن ذلك المعنى هو مين اللي كان. يلا يا عم اتكل، هو مين اللي كان؟ كن نشيطا، اللي هيكون هو انت. ودي هنا نطلع بملحوظه كويسه قوي، ان اسم كان قد يكون مستتر. يعني ايه مستتر؟ يعني مستخبي يا جميل. زي مين؟ اقول لك كن محترما، يا ريت. اقول لك الولد كان مهذبا. هتقول لي ده لحظه بقى، ما هنا الاسم هو يا مستر اللي فات مات يا باشا. العربي بيقول اللي فات مات. اذا فات صاحب الفعل او سبق ما يجيش وراها تاني، بنعوض مكانه بضمير خفي مستخبي مستتر. مين اللي كان؟ تقول لي الولد. ما تقولش بقى الولد، قول هو. ليه؟ لان صاحب الفعل اتقدم خلاص، هو مشي سابنا ومشي، فهنجيب مكانه هنا ضمير، لان ما ينفعش اجيب الاسم قبل كان. خلاص بنحط مكانه، بنعوض مكانه بضمير اللي هو كان هو مهذبا. الحته دي مفهومه؟ يبقى يا رب يا رب يا رب تكون فاهمها. واحده اخيره، لو انت فهمت دي جاوب دي. لما اقول لك كده الحق اصبح واضحا، يلا رد. مين اللي اصبح؟ تقول لي الحق. بس ده سبق يا مستر، ما ينفعش ارجع قبل، لازم اسمها يكون بعدها. طب ما فيش، لا في، عوض مكان الحق. مين اللي اصبح؟ هو. وساعتها بنقول اسم كان ضمير مستتر. اسم كان ضمير ماله؟ مستتر. اصبح ماله؟ واضحا. يبقى واضحا دي خبر اصبح. ادي اللعبه كلها. تمام. نرجع يا باشا، احنا كده فرتكنا كان واخواتها. طيب كاتب لك مش لازم تيجي كان ماضي او مضارع بس، ممكن تيجي مضارع او ماضي او امر. كن مهذبا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. آية ربنا اهي في القرآن، يوم يكون الناس. يلا نسأل، يوم يكون الناس مين اللي هيكون؟ الناس. ويكون دي مضارع، هي تبع كان. طيب لو عايز تعرف اسم كان او خبرها، اسأل مين اللي كان. اهو مين اللي صار محبه. طيب مين اللي كان؟ الطالب، يبقى اذا ده اسمها. طب عايز اجيب الخبر بالمره، يبقى اقول كان ماله. ادي اللعبه كلها. طيب نيجي لان. مين ان واخواتها؟ اهو من رابعه ابتدائي انت بتدرسها. ان، ان، كأن، لكن، ليت، لعل. تاني، ان، كأن، لكن، ليت، لعل. دول ايه؟ دول عكس كان. يعني ايه عكس كان؟ دي باشا بقى نصابه، بتنصب الاول ثم ترفع. بتنصب المبتدا ويبقى اسمه اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرا. ترفع الخبر. هنا كانت بتعمل ايه؟ تنصب. خلي بالك من دي، افتكرها ان دايما نصابه اهي. ان ابناء الوطن مخلصون. يلا نسال ان مين اللي جاي وراها؟ ابناء. يبقى ابناء اسم ان منصوب. وفرقوا يا شباب كلكم، فرقوا ما بين ان وما بين ان. ايه الفرق؟ دي مكسوره ودي مفتوحه. ايوه. ان دي بالاخص خلي بالك منها. ان بيجي وراها اسم وساعات بيجي وراها فعل. لو جه وراها اسم يا ابن الحلال يبقى دي حرف ناسخ اللي هي من اخوات ان، وساعتها بنقول اسم ان منصوب. طب ولو جالي فعل، لا دي بتبقى اسمها اداه نصب الفعل كده، ما اسمهاش حرف ناسخ، وساعتها اللي وراها بيبقى مضارع منصوب. فرق بين دي. مثال لو انا جيت النهارده ورحت جاي قايل لك كده، مثلا هاجي اقول لك كده علمت ان الحق واضحا. ان الحق واضح او واضح. يلا مين اللي بعد ان؟ الحق ده اسم ولا فعل هندسه؟ تقول لي اسم. طب وطالما هو اسم يا جميل يبقى ده اسم ان. طب تعال اما اجي اقول لك كده ان تصوموا خير لكم. يلا ان تصوموا ده فعل ولا اسم؟ تقول لي ده فعل. ما ينفعش اقول اسم هنا هو فعل. ازاي يعني؟ ازاي؟ ايش جاب لي جاب؟ هنا دلوقتي ده فعل مضارع. ماله بقى يا عسل؟
ان كانت بتنصب المضارع، ان لم كي حتى لام التعليل، ساعتها بنقول فعل مضارع منصوب، وده بحذف النون. كده كده هنتكلم على الافعال دي لقطه. يجي يقول لي ان ابناء الوطن، يلا قلنا الخبر مش لازم يجي وراه، مالهم ابناء الوطن؟ مخلصون. يبقى مخلصون دي هقول عليها خبر ان مرفوع بالواو عشان هي جمع طبعا. طيب اكتب لانها جمع، معلش مش مفرد، عدلها. عندك المثال اللي بعده بيقول ليت الامه العربيه متعاونه. يلا ليت من اخوات مين؟ ان. يلا نسال ليت ايه؟ الامه، يبقى دي اللي وراها اسم ليت منصوب. طيب ليت الامه مالها؟ متعاونه، اللي فهمني المعنى بيبقى الخبر. خبر ليت مرفوع بالضمه، ليه؟ عشان هي بتنصب ثم ترفع، خليك فاكر. الملحوظه الاولى نفس اللي قلته هنا هقوله هنا، اذا اتصلت ان او اخواتها الضمير بيبقى اسمها. ليتك متعلم. يعني ايه ليتك متعلم؟ يعني يا ريتك كنت متعلم. ليت دي لوحدها حرف ناسخ، والكاف كاف الخطاب وده ضمير وبيتحسب وليه مقامه في الدنيا، يبقى كاف هنا اسم ليت. طب ليتك مالك؟ متعلم، يبقى خبر ليت. ادي اللعبه. ان واخواتها، اذا اتصلت ان واخواتها، اذا اتصلت ان واخواتها، ان زائد ما يساوي مبتدا، اللي هي مين يعني؟ اللي هو زي ما بيجي يقول لك كده انما، زي ما ربنا قال انما المؤمنون اخوه. ثواني يا مستر، هو اللي متصل بان ده ايه؟ ما. تقول لي ما هي يا مستر؟ هي دي ضمير؟ لا، ما هي دي بقى الكلام، دي مش ما ضمير، ماشي؟ دي مش ضمير، مفيش ضمير اسمه ما. انما ما دي هنا انما اداه توكيد، يعني الما دي بتخلي ما بعدها مش خبر ان ولا اسم ان. اي حاجه بعد انما تعرب مبتدا، ثبت دي. يبقى ان لوحدها اسمها وخبرها. طب ولو مفيش ان بقت انما، يبقى بعدها مبتدا عادي، ودي كده مهمله ولا كاني شفتها. خلاص، كاني بقول كده مع بعضنا المؤمنون اخوه. معايا سحس؟ معايا بطل. يلا جميل، اللي بعده. كده احنا قفلنا ان واخواتها. طبعا انواع الخبر بتاعتهم هي مفرد وجمله وشبه جمله زي ما احنا قلنا. نيجي للجوكر بقى. احنا دلوقتي خرجنا بره الجمله الاسميه ودخلنا في المكملات، الاعرابات بقى اللي هي ايه؟ مش مخصصه في مكان معين. واولهم الساند. بص بقى، ده حبيبك، ده صديقك الصدوق، ده البت والواد اول لما يعطل يقول لك اعطي له واحده مضاف اليه. يا ابن الحلال، يجي يقول لك بعد الجر والمجرور مضاف اليه، نارك اسود ومهبب. مش دايما يا ابني، يا ابني ما تحفظش قواعد فاسده منتهيه الصلاحيه. ده مش كلام، ده يعني نواح كلاب او اي حاجه من دي. اولا مضاف اليه قصه وما بعدها قصه. ايه هو المضاف اليه؟ قال لك هي كلمه تكمل معنى اللي قبلها. كلمه بتكمل معنى اللي قبلها، او كلمتين بيكملوا بعض، المهم ان في تكمله في الحوار. هدي مثالين وحاول تركز لي فيهم. لو انا دلوقتي جيت قلت كده رايت رجال، وجيت قلت كده رايت رجال الشرطه، هو المضاف اليه ايه لازمته اصلا؟ بيوضح المعنى اكتر، بس اسمه مضاف يعني في اضافه حصلت. اولا مين الجمله المركزه والمحدده اكتر؟ رايت رجال دي انا مش عارف انهي نوع من انهي رجال، انا مش مخصص حد. تحت انا خصصت شويه، رايت رجال، بس رجال مين؟ الشرطه. اقف عسليه. اولا احنا عندنا هنا الرجال مكمله للشرطه. ايه يعني يا مستر مكمله؟ الاثنين زي بعض، الاثنين حاجه واحده، صح ولا غلط؟ ما هي رجال الشرطه دي بتمثل حاجه واحده. طيب اذا جاب لي كلمتين مصطلح مكون من مقطعين والمقطعين بيخصوا شيء واحد، يبقى الثانيه دايما مضاف اليه. لو فاكر انا كان عندي هنا ابناء الوطن، ما هي ابناء الوطن دي كلمه بتكمل كلمه والاثنين شيء واحد. اذا يا جماعه بنقول الثانيه مضاف اليه. صوره ايه؟ اشهر صوره بيجي بيها هندسه هو ان يجيب اسم نكره زي اسم معرفه. في طلبه لازم تركز في الحوار النهارده اللي انا هقوله ده. اولا يا جميل، في طالب مش حلو في الاساسيات القديمه، واولهم اساسيات النكره والمعرفه. مين يا استاذ النكره ويعني ايه نكره اصلا؟ ومين المعرفه ويعني ايه معرفه اصلا؟ حبيبي حبيب الملايين ركز معايا. بص يا عم، النكره هي كلمه غير محدده،
انا لو جيت قلت النهارده مثالين، ماما النهارده طبعا ودي طبيبه البيت كله، يوم ما بتتعب يا باشا يقول لك ايه، خد البرشامه دي وتخف الحمد لله، وترجع في الاخر تكتشف ان هي اصلا ممكن تكون برشامه صرع او حيوانات، بس الحمد لله بتفهم في كل حاجه. احنا كمصريين بنتصرف بنتعامل. النكره حاجه غير محدده، والمعرفه هي المحدده اللي بتحدد الايه، الكلام. دلوقتي انا عايز اعرف يعني ايه نكره، مش هقول يعني ايه نكره غير لما تشوف يعني ايه معرفه، ده هيفهمك ده. المعرفه هو شيء محدد، زي ايه، اي كلمه معرفه بالف ولام بنسميه معرف بال، معرف او معرفه بال. اي كلمه تبدا بالف ولام اسمها معرفه. زي مثلا لما اجي اقول الوطن، زي ما اجي مثلا اقول الرجال، ده اسمه كده معرفه بالالف واللام. انا كده مخصص الوطن ذات نفسه مش اي وطن، والرجال ذات نفسه. ممكن يكون معرف كاسم علم. ايه علم ده يا مستر؟ اي اسم دوله معروف، مفيش دوله متكرره مرتين. اي شخص او اي بلد. يعني ايه اي شخص او اي بلد؟ جيت قلت مثلا محمد، يا حبيبي ما انت لما بتنادي على محمد اخوك اللي في البيت او احمد اخوك اللي في البيت، ما هو واحد بس اللي انا بنادي عليه. طب انت بتنادي على واحد اسمه احمد، اكيد انا مش بجرب في المجموعه وفي الحصه باحمد، اكيد انا عارف ومتاكد ان في راس قدامي اسمها احمد، يبقى انا كده حد عارفه اهو، معرفه. ممكن يا شباب تركزوا في اللي جاي، ممكن يكون حاجه اسمها، امشي يا وحش، حاجه اسمها معرف بالاضافه. يعني ايه معرف بالاضافه؟ ضفت له حاجه عشان يبقى معرفه. يعني ايه ضفت له حاجه عشان يبقى معرفه؟ لسه ما خلصناش، قلنا رجال الشرطه من شويه. رجال دي نكره والشرطه دي معرفه، يبقى انا ضفت لها حاجه عشان تبقى اهي عشان تبقى واضحه قدامي. يعني ايه نكره معرف بالاضافه؟ يعني كلمه نكره زائد كلمه معرفه، كلمه نكره زائد كلمه معرفه. ركز يا صديقي الكلام بيروح في داهيه. طيب ممكن يكون عندنا برضو، عندك الضمائر معرفه، اسم الاشاره معرفه، مع ان ما فيهمش الف ولام. يبقى مش الناس فاكره ان المعرفه اللي فيها الف ولام بس، لا، عد معايا كده اهو ادي كده المعارف، كل من هو الف ولام، كل من هو علم، كل ما هو جنبه كلمه بتكمله. طيب ومين النكره؟ غير ذلك. يعني ايه غير ذلك يا هندسه؟ يعني يا جميل ربنا عرفوه بالحق. انا لو ما لقيتش الف ولام ولا علم ولا معرف بالاضافه، يبقى خلاص يا جميل، يبقى احنا هنا هنقول الاسم نكره. يلا مثال، لو انا جيت النهارده قلت الكلمتين دول، يلا جيت قلت كده ايه، ابناء الوطن. يلا رد عليا. ابناء هنا اسم مش محدد، يبقى ده اسمه نكره. تعال، ابناء مين يا اولاد؟ ابناء الايه؟ ابناء الوطن. ممكن كانوا زمان يقول لك ايه، بص بقى البصمجي يقول لك حط كلمه بتاع او بتوع، ابناء بتوع الوطن، ده اسمه مضاف اليه، بس طبعا دي قاعده المحامده ما تشتغلش بيها. طيب الوطن هنا هو اللي عرفني، الاضافه دي هي اللي عرفتني، يبقى الثانيه دايما مضاف اليه، الثانيه دايما مضاف اليه. يبقى انا النهارده لو جيت رجعت، يلا المضاف اليه هو نكره زائد معرفه، زي رجال الوطن، باخد الثانيه مش الاولى. شعب مين؟ شعب بتاع ايه؟ الشعب بتاع مصر، يبقى ده مضاف اليه. قد يكون الاسمين نكره بس واضحين وبيعرفوا بعض. يعني ايه؟ يعني دايما بيكون اسمين نكره بس اوعى تكون الثانيه صفه، لان لو الثانيه صفه هننزل للاخ اللي اسمه نعت، هنرجع له كمان شويه. نكره ونكره غير واصفه، نكره ونكره غير واصفه تدينا ايه؟ مضاف اليه. ازاي؟ رجل اعمال، ما هي على فكره نفس الفكره حبايبي. رجل الاعمال هي رجل اعمال. مستر ارجع معايا ثانيه كده، عايزك في حوار. ايه هو هندسه؟ انا كده عندي قاعدة نكرة ونكرة دي، كلمة النكرة التانية اللي بعد الأولى دي بتشمل إعرابين. ممكن يا مستر تبقى مضاف إليه على كلامك، وممكن تبقى نعت على كلامك. إيه الفرق؟ النعت بيبقى صفة، حاجة يا شباب بوصفها. زي مثلا لما أجي أقول كده، بص أجي أقول لك في الامتحان، أجي أقول في الامتحان إيه؟ الوطن الغالي. انا كده هشرح لك النعت دلوقتي كمان لحظات. النعت بيوصف،
الغالي، الجميل، العزيز، الاعزاء. كلمه بتوصف اللي قبلها وما بتتمسكش ولا بتتشاف، حاجه معنويه. الصفه يعني حاجه معنويه غير مرئيه. انما لو هي مضاف اليه هتبقى غير او ليست صفه، غير الصفه، حاجه غير الصفه. واحب اقول لك على حاجه، لعبه بقى من تركات الرائد تحفظها. لو الكلمه نكره ونكره جم قدامك اهو، ادي دي نكره وادي دي نكره، عايز اعرف يا مستر هي كده ليها اعرابين زي ما احنا اتفقنا، يا نعت يا مضاف اليه. والله لو الكلمه قبلت الف ولام، الكلمه الثانيه لو حطيت لها الف ولام يبقى دي المضاف اليه. طب لو الكلمه ما قبلتش الف ولام يبقى دي كده النعت. لا 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 لا، ارجع معايا، حط دي رجل مخلص، رجل اعمال. عايز اعرف تاني كلمه في كل جمله، اهي دي مخلص واعمال. نعمل ايه هندسه؟ اول حاجه تمسك مخلص. ينفع اقول رجل المخلص؟ لا، نو 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 نو، يبقى دي حبيبنا نعت. طب ولو جات لي نكره ونكره وعايز اجرب مضاف اليه، حط الف ولام هنا. رجل الاعمال، الحق ده حلوه جدا ولذوذه خالص، يبقى كده في الحاله دي مضاف اليه. تاني، يبقى لو جات لي نكره ونكره في الامتحان حطينا الف ولام ما بينهم، مشيت يبقى كده خير وبركه مضاف اليه، ما مشيتش تبقى نعت. خلاص؟ طيب ادي اللعبه كلها. في كلمات احفظها دايما بيجي معاها مضاف اليه، زي كلمه كل، بعض، نفس، عين، جميع، كلا وكلتا، وكلمه دون، واي ظرف، واي اسماء خمسه. دي ثوابت، يعني انا حبيت ان انا احطها لك برضو مع المضاف اليه عشان تبقى فاهمها اكتر. انا اول لما يجي لي كلمات من دي ما بعدها مضاف اليه، ما بعدها مش هي وفوق للي انا بقوله ما بعدها. يعني ايه؟ يعني انا النهارده جيت ورحت جاي قايل لك في الامتحان، قلت لك يلا، جيت قلت لك كل الناس، يبقى الناس هعربها ايه؟ مضاف اليه. ادي اللعبه كلها. طيب النعت بقى لسه شارحينه وهشرحه تاني. النعت هو صفه بتصف ما قبلها. يعني ايه صفه؟ انا النهارده لقيت واد بيذاكر كتير فرحت قايل الولد المجتهد، وصفته، يبقى ده اسم الثانيه. الصفه نفسها بنسميها نعت. يبقى الناس اللي ما كانتش فاهمه النعت، نعت يعني ايه؟ صفه بوصف بيها حد. طيب تعال، النعت صفه بتصف ما قبلها. زي مثلا لما اجي اقول العلم النافع، انا وصفت العلم بانه ايه؟ نافع. طالب مهذب، يبقى مهذب دي صفه وصفت بها الطالب، يبقى ده برضه نعت. ادي اللعبه. طيب بيجي ازاي النعت؟ النعت بيكون كلمتين زي بعض بالظبط، معرفه ورا معرفه او نكره زائد نكره، بس شرط 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 ان يكون في صفه في الحوار. ارجع معايا كده، لو كتبت كده اكل الولد الطعام، بص بقى بصمجيتنا. ولو كتبت الطالب أكل الطعام اللذيذ، يقول لك إيه؟ اعرب الطعام هنا واعرب اللذيذ هنا. طب يا مستر ثواني، هو انا حافظ ان كل معرفه ورا معرفه يعني اتنين فيهم الف ولام بيبقوا نعت. هل انا قلت كده؟ كداب قطع لسان، لازم تكون بتوصف. تعال نجرب. اكل الولد الطعام، هل يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا هل ترى، هل انا وصفت الولد بانه طعام؟ يعني هو علبه كشري؟ لا، ما ينفعش اوصف بكلمه طعام. اذا دي يا حبيبي ليست نعت. النعت كده اخر حاجه تفكر فيها وبوظناها، ما تنفعش. امال دي ايه؟ اكل فعل ماضي، مين اللي اكل؟ الولد. اكل ايه؟ الطعام. دي كانت مفعول به. ليه ما وصفتش؟ فدور على سكه تانية، دور على اعراب حسب الموقع، جمله عاديه. طب تعالى، الطالب اكل الطعام اللذيذ، اللذيذ وصفت مين؟ وصفت الطعام. اذا هنا نقول اللذيذ دي نعت. طيب كيف يعرب النعت؟ النعت بص، في حاجه اسمها في النحو التوابع. يعني ايه توابع؟ توابع يعني كل ما هو تابع لما قبله في الاعراب، ودول عندنا دروس كتير، زي النعت، زي البدل، ايه بدل ده هندرسه، زي التوكيد هندرسه، وزي العطف. بيعملوا ايه الشله دي؟ دول بيتعربوا حسب ما قبله. انا هركز دلوقتي على النعت وبعد كده هنشرح الباقي في وقت تاني. النعت امتى بيتعرب نعت مرفوع؟ قال لك بيتعرب نعت مرفوع لو كان اللي قبله مرفوع، ربنا عرفوه بالعقل. طب امتى منصوب؟ لو كان برضو اللي قبله ماله؟ منصوب. هي المعادلات دي كده اهي. طب امتى نقول مجرور؟
قال لك لو كان قبله مجرور. عرفت يعني ايه تابع؟ يعني بياخد اعراب مين اللي قبله. ادينا مثال كده. لو انا جيت النهارده ورحت قايل لك كده في الامتحان الدول النامية مستقلة. استنى، في حاجة وصفت بيها حاجة؟ وصفت الدول بأنها دول ايه؟ نامية. طب تعال، نامية دي هندسة تبع مين؟ الدول. يبقى أنا هكتب نعت وأشوف الدول مالها. يلا، الدول في أول الكلام مبتدأ ماله؟ مرفوع، إذا النعت يطلع مرفوع. طب ممكن يجي منصوب؟ أجي أقول لك كده إن الطلاب المخلصين ناجحون. في طالب من اللي هو ايه بينقي خضار، كل ما يلاقي ياء ونون يحط له وراها ياء ونون عشان تبقى لايقه. انا اصلا حسيتها، ملعون ابو احساسك، فليذهب باحساسك للجحيم يا اخي. ما ينفعش. طيب ان الطلاب، يلا نعرب ان الطلاب هنا اسم ان منصوب. وصفت الطلاب بانهم مالهم؟ بانهم مخلصين، يبقى ده نعت. طالما وصفت يبقى نعت. النعت حسب اللي قبله. يلا ده منصوب، يبقى ده كمان ماله؟ منصوب. ومجرور على هذا الحال، زي لما اجي اقول لك ذهبت الى المدرسه الواسعه، يبقى الواسعه دي نعت مجرور عشان اللي قبلها. هي دي قصه تابع لما قبله. يبقى المعادلات دي حفظا الدكاتره. النعت بيبقى مرفوع لما يكون قبله مرفوع، منصوب وهكذا، مجرور وهكذا. طيب ادي القصه بتاعه النعت. يلا نعرب الكلمه دي. عليك الالتزام بالخلق الطيب ورأيت جيل مصر قوي. عايز اعرب طيب وعايز اعرب كلمه مصر. لو احنا ركزنا على النقطه دي خلي بالك منها. اول حاجه انا بقول بالخلق الطيب، هل انا وصفت الخلق وصفته بانه ايه؟ طيب. يبقى كده في الحاله دي هعربها نعت، طالما هي بتوصف يبقى نعت. طب تعالى هنا، رأيت جيل مصر، انا وصفت الجيل بانه مصر؟ ينفع؟ لا. طيب انا هنا خليت ان مصر بتكمل كلمة الجيل بتاع مصر اهو، يبقى دي مضاف اليه. تاني، اذا وصفت نعت ما وصفتش يبقى مضاف اليه. اي كلمتين مكملين لبعض فكر لها كده. عندنا اخر حاجة في الحصة الاولى النهاردة هي الضمائر. اولا الضمائر احنا عندنا بنقسمها لنوعين. في ضمائر يا اخوانا بارزة، وفي ضمائر مستترة. بارزة ومستترة. يعني ايه بارزة يا جميل؟ بارزة يعني ظاهرة قدامي واضحة، حاجة كبيرة شايفها. مستترة يعني ايه؟ لهلوبة مستخبية، زي ما كنا بنقول كن مهذبا المفروض كن انت مستخبية. طيب مين الضمائر البارزة؟ بنقسمها اتنين، بتظهر بشكل منفصل وبتظهر بشكل متصل. المنفصل اللي احنا عارفينهم انا ونحن وانت وانت وانتم، اللي هي ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. اما المتصلة في ضمائر للرفع وفي ضمائر للنصب، وعايزين نتكلم فيها بشكل مستفيض شويه، باستفاضه شويه. بص يا عم، الضمائر عشان دي برضو من الدروس اللي بتدخل في كل حاجه. الضمائر عندنا في المنفصل زي انا ونحن، ده اسمه منفصل بارز منفصل. وفي متصل. بص بقى عشان ابسطها لك، في ضمائر متصله تخص الرفع، وفي ضمائر متصله بتنصب وتجر. يعني في منها اللي بيترفع وفي منها اللي بينصب وبيجر. اولا المنفصله بتتعرب ازاي؟ المنفصله دائما يعني جمله اسميه بتكون مبتدا وما بعدها بيبقى خبر. واكتب لي دي بعد اذنك يا هندسه. زي مثلا لما اقول انا وطني، يلا انا تعرب ايه؟ مبتدا. طيب ووطني تعرب ايه؟ خبر. ولن تنسى يا صديقي ان احنا كنا في الجمله الاسميه من شويه قلنا ان خبر الجمله الاسميه بيبقى فيه ضمير، يعني بيبدا جمله اسميه جديده الضمير ده بيبقى هو مبتدا وما بعده يبقى ايه؟ خبر. طيب يبقى اي كلمه بعد ضمير تبقى خبر. لما اقول لك انت هو، اي حاجه بعدهم تبقى خبر. خلاص. الضمائر بقى المتصله، طقطق ودنك معايا بعد اذنك. ضمائر الرفع بنسميها توانينا. ايه يا مستر توانينا دي؟ مش فاهمها. يعني ايه توانينا؟ دي مش كلمه ليها معنى، انما هي ايه؟ هي مجموعه الضمائر مجمعينها في حروف وفاهمها لك. وضمائر النصب والجر بنسميها كهينه. ايه القصه دي يا مستر؟ بالراحه بقى عشان الدروس دي مهمه. توانينا اللي هي احنا بنسميها تاء الفاعل. الواو اللي هي اسمها واو الجماعه. الالف ايوه هتفتكر اهو، هي الف الاثنين. الياء هي ياء المخاطبه.
النا هي اسمها نا الفاعلين. فهمت يعني ايه توانينا؟ 6 ضمائر، بس عشان نبسطها عليك جمعناها في كلمه، عشان لو وقعت واحد تفتكر الكلمه تجيبها. خلاص؟ طب مين كهينه؟ الكاف اللي هي اسمها كاف الخطاب، والهاء اللي هي اسمها هاء الغيب، والياء اسمها ياء المتكلم، والنا اسمها نا المفعولين او المتكلمين بيسموها هي. طيب احنا كده بسطناها. هما كده بواقع ايه المتصله؟ 6 و4، يعني كل الضمائر المتصله يا هندسه 10 ضمائر. ركز معايا كتكوت انت وهي. طيب دلوقتي ايه قصه الضمائر دي؟ والله لو لقيت حاجه من دول، لو لقيت حاجه من توانينا، قال لك بتبقى في محل رفع دايما، يا اما بتيجي فاعل، يا اما بتكون جايه اسم كان. ازاي؟ تعال لو انا جيت قلت لك كده، عرفت الحقيقة. يلا مين اللي عرف؟ أنا. طب وأنا دي فين يا هندسة؟ أنا دي اللي هي التاء يا عسل. أنا دي اللي هي التاء دي في محل رفع فاعل لما تتصل بفعل. طب ولما تتصل بكان زي كنت هتبقى في محل رفع برضه، بس هتبقى في محل رفع اسم كان، ولسه واخدين إن كان اسمها مرفوع. طيب ادي قصتها. ممكن تيجي في نائب فاعل برضه لما تيجي مع المبني المجهول، بس هنتكلم فيها لوحدها. ركز في اللي انا هقوله بس النهارده في المحاضره دي. النصب والجر. بص يا هندسه، الضمائر دي هي 4 شغاله ايه؟ شغاله منصوبه وشغاله مجروره. تقول لي الاثنين مع بعض ازاي؟ بتيجي نصب امتى؟ لو اتصلت بفعل او بان. بتيجي جر امتى؟ لو اتصلت باسم او حرف جر. صليت على النبي؟ يلا يا عم. يا رب سهل يا رب. لما نيجي نقول أعجبني الشارع، يلا رد. أعجب فعل ماضي، مين اللي متصل فيها من الضمائر؟ الياء. هتقول لي طب وإيه الفرق بين الياء دي والياء دي يا مستر؟ دي ياء مخاطبة زي اكتبي، ماشي، بتيجي في الأمر، إنما دي ياء متكلم اللي هي بمعنى أنا. فرق بين الاتنين. طيب أعجبني، الياء دي في محل نصب، ودايما بيبقى مع الفعل يبقى المنصوب عنده مفعول به دائما. خليك فاكر دي. ما هو الجمله الفعليه فعل وفاعل وايه ومفعول. مين اللي بينصب في الفعليه؟ ما هو المفعول. يبقى انا هقول في محل نصب مفعول به دايما يا مستر. دايما مع اي فعل من الضمائر دي مفعول به. طب ولو جت في ان، انك لعلى خلق عظيم، الكاف دي اسم ان في محل نصب اسم ان. يبقى هي كده بتيجي نصب في حالتين، لو فعل او ان فقط لا غير، لان ان اسمها منصوب، احنا منطقي يعني. طب وامتى تيجي جر؟ لو هي الاربعه كهينه، لو اتصلت باسم او حرف. لما اقول لك كلمه كتابك، صليت على النبي، اي ضمير يتصل باسم يكون في محل جر ومضاف اليه دايما. اي ضمير هيكمل اسم هيكون اضافه يعني مضاف اليه. كتاب مين؟ كتابك اللي هو انت، يبقى دي كده اسمها مضاف اليه في محل جر مضاف اليه. طب ولو اتصلت بحرف جر، اما اقول اليك، اللي بيجي بعد حرف الجر بيعرب ايه؟ زمان اللي بيجي بعد حرف الجر بيعرب ايه؟ اسم مجرور. يبقى انا هنا النهارده جميل هقول في محل جر اسم مجرور. يبقى صليت على النبي كده. يبقى احنا بسم الله اول لما يجي في الامتحان قواعد ثابته. كل اللي انا بحكي فيه ده قواعد ثابته يا شباب. بالله عليكم، الناس بتيجي تشتكي تقول لك انا مش حلو في النحو، اصل النحو رزل، اصل مش عارف ايه، اصل وفصل وفصل. غلط 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 غلط. ليه بقى؟ انت متاسس. يعني مفيش طالب في العالم اساله جمله اسميه مش هيعرف يرد، صح؟ الاساسيات معايا، بس انت مش بتعرف توظفها، مش بعرف احط المعلومات على الورق. هو ده اللي احنا عايزينه. ده كله ثوابت. يعني انا لو قعدت ساعه زمن هلم الورقه دي كلها بفهم وسهل جدا، وكلها اصلا قديمه. يعني انت مش هتبذل فيها مجهود مضاعف، لا هو مش درس جديد. انت هتشتغل على القديم، هتذاكره كويس. ونصيحه اخ، لما بتيجي تذاكر انت مش بتستمع، انت بتكتب بورقه وقلم الملاحظات ومعاك الورقه PDF، فانت هتبقى الدنيا معاك مكمله بعضها. يبقى الدنيا كده يا جماعه معانا في الضمائر حلوه وسهله وجميله. خلاص برضو كده يبقى انت خلصت الجزء الاول من الجمله الاسميه. كده الحمد لله الجزء الاول كده خلاص من الكورس. مطلوب منك تذاكر الورقه دي، وان شاء الله هتلاقي الورقه دي بتساعدك كتير جدا جدا جدا. طبعا انا لسه داخل على تدريبات على الكورس نفسه كامل. هنعمل فيديو خاص لحل اسئله وتدريبات
على الجزء ده، بس طبعا بعد المذاكره مش قبل، عشان تبقى بتطبق اول باول. مطلوب منك ان شاء الله ان انت تلم الورقه الاولى كويس، وانتظرنا ان شاء الله في الجزء اللي جاي، عشان هيبقى الجزء اللي جاي هو مكمل للجزء الاول، وما ينفعش ان انا ادخل على الفيديو الثاني قبل الاول، لازم بالترتيب عشان تبقى طالع السلم درجه درجه. اخوكم محمود المصري، وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره دي، واكتبوا لنا رايكم فيها في الكومنتات ان شاء الله، عشان بتدعمنا وبتزودنا تحفيز ان احنا نشتغل لكم اكتر واكتر واكتر. ان شاء الله تكون محاضره مفيده للجميع، واي سؤال او اي استفسار تقدر تبعت للدعم معانا، وتبدا تقدر تبعت في الكومنتات على اي حد من الاشراف هيرد عليك، وان شاء الله هنبقى على تواصل مع بعض طول السنه. كان معاكم النهارده ان شاء الله مستر محمود المصري، مدرس اللغه العربيه. ان شاء الله اشوفكم على خير في المحاضره الثانيه. السلام عليكم.